السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايب قلبي الطلاب ولا سنة دفعة 2025 في كل مكان. الفيديو ده إن شاء الله هنحل فيه الدرس الرابع كامل من كتاب الامتحان درس التكيفات البيولوجية. هنحل الدرس كامل إن شاء الله، أسئلة اختبر نفسك وأسئلة الاختيار وأسئلة المقال. فيا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لايك للفيديو واكتبوا كومنت حلو عشان تشجعوني إن أنا أستمر في تنزيل الفيديوهات، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلك شعر الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على القناة، وشاروا الفيديو لكل صاحبك عشان يستفيدوا. ما تنساش إن الدال على الخير كفاعله. ويلا بينا قبل ما نبدأ الفيديو نصلي كلنا على النبي عشان ناخد حسنات. بسم الله. اول حاجه اختبر نفسك 9 بيقول لك كيف يتغير نشاط ثعبان الماء الكهربائي ليواجه نقص الاكسجين في بيئته. احنا قلنا ان هو بيواجه نقص الاكسجين ديت من خلال 3 حاجات. رقم واحد قلنا اللي هي وجود خياشيم كبيره، يبقى ده كده رقم واحد وجود خياشيم كبيره للغايه. وقلنا رقم 2 شعيرات دمويه دقيقه، والاتنين دول عشان يزودوا من كفاءه امتصاص الاكسجين القليل في الماء. ورقم 3 قلنا ابطاء معدل الايض لتقليل احتياجه من الاكسجين. يبقى هما التلات حاجات دول. فهو بيحصل على الغذاء بكمية أكبر من خلال زيادة معدل الصيد. لأ، ما قلناش إن ده التكيف من التلات حاجات دول. يبطئ من معدل الأيض لتجنب استهلاك المزيد من الطاقة، طبعا صح. قلنا إن هو عنده خياشيم كبيرة، شعيرات دموية دقيقة، بيقلل معدل الأيض، يعني بيبطئ من معدل الأيض لتقليل احتياجه من الأكسجين، يعني لتجنب استهلاك المزيد من الطاقة، لأن استهلاك الطاقة ده بيحتاج أكسجين. فهو بيبطئ الأيض عشان يقلل استهلاكه من الأكسجين. النوم لفترات طويلة، لأ ما قلناش التكيف مع نقص الأكسجين النوم. يزيد من حركته برضو، لا ده احنا قلنا ان هو بيبطئ معدل الايض، فبالتالي الاختيار الصح ب. اختبر نفسك 10 بيقولك في الشكل المقابل تم وضع كمية من محلول السكروز تركيزه 20% في النصف الأيمن، ادي ال20% هو في النصف الأيمن. كمية مساوية من محلول السكروز تركيزه 5% في النصف الأيسر، ادي ال5% اهو، ده كده النصف الأيسر. هنا بيقولك بتأثير الخاصية الأسموزية أي مما يتوقع حدوثه بعد مرور بعض الوقت. طبعا احنا قلنا الخاصية الأسموزية ديت هي ظاهرة انتقال المية اهي، ادي الاسموزيه هي ظاهره او انتقال او انتشار الميه من المحلول المخفف الى المحلول المركز، يعني اللي فيه ميه كتير للي مفيهوش ميه كتير. فبالتالي الاسموزيه ديت هي خاصيه او ظاهره انتقال الميه. يبقى ديت مش انتقال السكروز، ده مش انتقال السكروز، ديت خاصه بالميه فقط. يبقى اول لما تشوف الاسموزيه تستبعد اي حاجه الا الميه. يبقى شفت الميه صح، الميه صح. سكروز يبقى كده غلط، سكروز يبقى كده غلط، فبالتالي احنا استبعدنا ب ودال، لان الاسموزيه ديت خاصه بنقل الميه بس. طب المية تتنقل من 5 ل20 ولا من ال20 ل5؟ قالك ان ده كده محلول السكروز تركيزه 20 وده محلول سكروز تركيزه 5%. الخاصية الاسموزية ديت ببساطة، تخيل مثلا ان انا دلوقتي واقف في الصحراء، انا معايا كوباية مية وانت معاك يجي 5 ازاز مية مثلا. تفتكر مين اللي هيدي للتاني مية؟ اكيد انت، عشان معاك مية اكتر مني هتيجي تديني مية. فبالتالي المية بتمشي من الاعلى مية اللي هو المحلول اللي معاه مية كتير الى المحلول الاقل مية. يعني اللي معاه ميه كتير هيدي اللي معاه ميه قليله. الميه والتركيز عكس بعض، يعني مثلا تخيل ان انت بتعمل عصير، فبدل مثلا ما تحط ربع كيس سكر رحت دالق كيس السكر كله، فبقى مسكر قوي، بقى مركز قوي، التركيز بتاع السكر عالي. فعشان تقلل التركيز ده هتعمل ايه؟ هتزود ميه عشان ما يبقاش مسكر. فبالتالي لما انت زودت ميه قللت السكر شويه، قللت التركيز شويه. يبقى الاعلى ميه، يبقى الميه والتركيز علاقه عكسيه. فالميه بتمشي من الاعلى ميه الى الاقل ميه. الاعلى ميه ده تفتكر التركيز بتاعه يكون ايه؟ اعلى ميه كتير، يعني اكيد هنا التركيز هيكون قليل، يبقى ده اقل تركيز. يبقى من الاعلى ميه اللي هو اقل تركيز الى الاقل ميه، الميه قليله، يبقى اكيد ده اعلى تركيز. يبقى الميه والتركيز علاقه عكسيه. يبقى الميه بتمشي من الاعلى ميه للاقل ميه، يعني من الاقل تركيز للاعلى تركيز. مين هنا الاقل تركيز؟ اللي هو ال5، يبقى هتمشي من ال5 ل20، يبقى هتمشي من الايسر الى الايمن. يبقى هتمشي من اليمين لليسار، طبعا غلط. من اليمين لليسار طبعا غلط. هنا من اليسار صح، بس احنا قلنا السكروز غلط، فالاختيار الصح ج. هيتحرك الماء من اليسار الى اليمين، طبعا بالخاصيه الاسموزيه الميه هي اللي بتتحرك، وقلنا ان هي بتمشي من الاقل تركيز الى الاعلى تركيز، فالاختيار الصح ج. رقم 11 كيف يساعد تركيز اليوريا في جسم سمكة القرش على التكيف مع البيئة البحرية؟ طبعا البيئة البحرية قلنا ديت بتكون عالية الملوحة. فهي عالية الملوحة، احنا لسه قايلين ان المية بتمشي من الاعلى مية للاقل مية، يعني بتمشي من الاقل تركيز او من الاقل املاح للاعلى املاح. فالبيئة بتكون عالية الملوحة يعني اعلى تركيز، فبالتالي كده القرش هيفقد مية كتير. فبيتكيف معاها ازاي؟ ان هو بيحتفظ بتركيز عالي من اليوريا
فبالتالي التركيز العالي من اليوريا ده هيزود الضغط الاسموزي، فيكون قريب من الضغط الاسموزي للمياه المحيطة، وبالتالي يقلل من فقد المياه للبيئة المحيطة ذات الملوحة العالية. يبقى تركيز اليوريا العالي ده قلنا ان هو هيعلي الضغط الاسموزي، فبالتالي كده هيقلل فقد الميه، مش هيزود دخول الميه، ده هيقلل فقد الميه، لان كده كده هي هتفقد الميه، بس هو هيقلل الفقد شويه عشان الضغط الاسموزي هيزيد ويكون قريب من الضغط الاسموزي للميه المحيطه. يعني كده كده الميه المحيطه اعلى تركيز، فبالتالي هو كده كده هيفقد ميه، بس كميه الميه اللي هيفقدها هتقل عشان الضغط الاسموزي هيكون قريب من بعضه. هيزود خروج الاملاح؟ طبعا لا، ده هو بيقلل فقد الميه. بيزود تركيز الاملاح؟ برضو لا، ده التكيف مع البيئه البحريه اللي هي عاليه الملوحه، ان هو بيزود الضغط الاسموزي عن طريق ان هو بيزود تركيز اليوريا، عشان كل ده في الاخر يقلل من فقد الميه. فالاختيار الصح ب يقلل فقد الميه من الجسم. رقم 12 بيقول لك ما البيئات التي تعيش فيها المراحل؟ عندك اول حاجه الاسماك الصغيره والاسماك البالغه والبيض. طبعا احنا قلنا البيض ده بيفقس في الميه العذبه، فقلنا اول حاجه يفقس بيض السلمون في الميه العذبه، يبقى البيض ده بيكون موجود في الميه العذبه. وقلنا الصغار بتاعه الاسماك بتقضي دوره حياتها الاولى برضو في الميه العذبه، فقلنا البيض هو بيفقس في الميه العذبه، تقضي الصغار الفتره الاولى من حياتها في الانهار يعني الميه العذبه، يبقى برضو الاسماك الصغيره ديت في الميه العذبه اللي هو بين قوسين طبعا النهر، هنا برضو ميه عذبه اللي هو بين قوسين النهر. لكن الأسماك البالغة قلنا بعد بلوغ حجم معين من السمكة، الأسماك البالغة ديت بتكون موجودة في مية المحيط أو المية المالحة. المية المالحة ديت اللي هي البحر أو المحيط. فهنا بيقولك الأسماك البالغة ديت يعني اللي بيكون حصل عندها النضج الجنسي. قلنا هو أنت عندك إن الصغار هي اللي بتكون موجودة في المية العذبة، لكن عند الوصول لحجم معين بتبدأ إن هي تتنقل إلى المية المالحة. وبص هنا بيقول لك ايه، عندما يصل سمك السلمون لمرحلة النضج الجنسي، يعني حصل له النضج وبقى بالغ، بيرجع مرة تانية الى الانهار. يبقى النضج حصل له فين؟ النضج حصل له هو في المية المالحة، وعشان كده بيرجع للمية العذبة عشان يتكاثر. يبقى هو بينضج وبيبلغ وهو موجود في المية المالحة. يبقى انت عندك الاسماك الصغيرة ديت موجودة في المية العذبة اللي هو النهر، مش البحر، مش البحر. عندك الأسماك البالغة بتبلغ اللي هو النضج الجنسي، ده بيحصل لها وهي موجودة في المية المالحة اللي هو البحر مش النهر. فبالتالي كده الاختيار الصح ألف، نهر بحر والنهر، فبالتالي كده الإجابة الصح ألف. اختبر نفسك 13. أي التكيفات التالية يعمل على تقليل مقاومة الماء لحركة الأسماك؟ طبعا احنا قلنا فيه حاجتين، قلنا رقم 1 إن الجسم بيكون انسيابي، وقلنا الجسم الانسيابي ده بيقلل مقاومة المية. وقلنا رقم 2 ان الجسم بيكون مغطى بالقشور والمخاط، وقلنا القشور والمخاط ديت بتكون مقاومة او بتكون مضادة للمية، فبالتالي بتقلل مقاومة المية. يبقى هنا الزعانف، طبعا الزعانف ديت مسؤولة عن الحركة مش تقليل مقاومة المية. المثانة الهوائية اللي هو كيس العوم ده مسؤول على الطفو، مش مسؤول على تقليل مقاومة المية. الزعانف ديت مسؤولة على الحركة، فبالتالي اللي مسؤول عن تقليل مقاومة المية هو ان الجسم انسيابي ومخاط الجسم. قلنا الجسم انسيابي والمخاط والقشور. كده خلصنا اول حاجة اسئلة تختبر نفسك، ندخل بعد كده على اسئلة الاختياري. السؤال الاول بيقول لك ماذا يقصد بالتكيف البيولوجي؟ ايه هو التكيف؟ التكيف ده ان احنا هنبدأ نتأقلم مع الظروف اللي احنا عايشين فيها. يعني كائن عايش في بيئة مثلا الملح اللي فيها كتير زي القرش، يبدأ انه يتكيف معاها، وهكذا بقى. يبقى التكيف هو قدرة الكائن الحي على التكيف والتأقلم مع ظروف البيئة المحيطة بيه. يبقى التكيف البيولوجي هو تكيف الكائنات الحية مع الظروف التي تعيش فيها، فهو ده عبارة عن تغير ظروف البيئة لتتناسب مع الكائنات الحية التي تعيش فيها. هو البيئة هي اللي هتتغير عشان تناسب الكائنات الحية اللي عايشة فيها؟ طبعا غلط، العكس، الكائنات الحية هي اللي بتغير نفسها عشان تتأقلم مع ظروف البيئة. لكن هل هي ظروف البيئة هي اللي بتتغير عشان تلائم الكائن الحي؟ طبعا لا، انت اللي تتغير عشان تلائم ظروف البيئة المحيطة. طب ديت عبارة عن ملائمة الكائن الحي مع ظروف البيئة التي يعيش فيها؟ طبعا صح، هو ده التكيف البيولوجي. التكيف البيولوجي ان الكائن الحي يتأقلم ويتلائم مع الظروف اللي هو عايش فيها. يبقى ديت عبارة عن ملائمة الكائن الحي مع ظروف البيئة التي تعيش فيها، طبعا ديت صح. ملائمة الخواص الكيميائية في البيئة للخواص الفيزيائية بها، يعني ملائمة الخواص الكيميائية في البيئة مع الخواص الفيزيائية اللي في البيئة؟ طبعا لا، ده احنا بنقول تكيف بيولوجي، يعني ديت ملائمة الكائن الحي وتأقلم الكائن الحي مع الظروف اللي بيعيش فيها.
حدوث تنوع بيولوجي في البيئة للحفاظ على توازن البيئة؟ طبعا لا، ده احنا هنا بنعمل تنوع جوه الكائن الحي، مش للحفاظ بقى على توازن البيئة، للحفاظ على الكائن الحي نفسه، ان هو يقدر يعيش ويقدر يستمر في حياته جوه البيئة ديت، لانه لو ما تأقلمش معاها هيموت، لانه مش هيقدر ان هو يتأقلم معاها. فبالتالي هنا ده مش عبارة عن حدوث تنوع بيولوجي. تنوع بيولوجي في البيئة ديت يعني انت عندك كل انواع الاسماك مثلا موجودة في البيئة. طبعا لا، هو ده مش التكيف البيولوجي. التكيف البيولوجي ان الكائن الواحد يقدر يتأقلم مع ظروف، يقدر يتأقلم مع الظروف اللي هو عايش فيها عشان حياته تستمر. فالاختيار الصح ب. رقم 2 بيقول لك اي مما يلي يعبر عن التكيف الفسيولوجي للكائن الحي. عايزين تكيف فسيولوجي. التكيف الفسيولوجي ده اللي هو عبارة عن تغير في وظيفة العضو، تحور في تركيب جسم الكائن الحي اللي يناسب ظروف بيئته. التحور في التركيب، تركيب جسم الكائن الحي، يبقى ده كده عبارة عن تغير أو تكيف تركيبي، يبقى ده مش ده كده مش تكيف فسيولوجي. تعديل في سلوكيات الكائن الحي، يبقى ده عبارة كده عن تكيف سلوكي. هجرة الكائن الحي من بيئته للتكاثر زي السلمون، طبعا ده برضو كده عبارة عن تكيف سلوكي. تعديل طريقة أداء بعض الوظائف الحيوية للكائن الحي، ده كده اللي هو الوظيفي. قال لك وظائف حيوية بدل وظيفي أو اللي هو الفسيولوجي. ما الفسيولوجي هو الوظيفي، التركيبي هو التشريحي. فالوظائف اللي هو الوظيفي ده اللي هو الفسيولوجي. فبالتالي هنا كده الفسيولوجي اللي هو الاختيار ج. رقم 3 بيقول لك اي مما يلي يعتبر مثال على التكيف الفسيولوجي للكائن الحي. لسه قايل لك الفسيولوجي ان احنا نغير وظيفة في الكائن الحي. افراز التعابين للسم لحماية نفسها من الاعداء، طبعا ده صح تكيف فسيولوجي. ليه تكيف فسيولوجي؟ لان ده عبارة عن وظيفة عضو. السم ده بيتم افرازه من خلال غدد، فالغدد ديت بتعمل وظيفة اللي هي افراز السموم. فهو دلوقتي في اعداء مثلا بيجروا ورا التعبان ده، عايزين ياكلوا التعبان، فهو يعمل ايه؟ يخلي الوظيفة بتاعت العضو ده تشتغل، يخليه يعمل وظيفته، يفرز وظيفته، يفرز السم عشان يحمي نفسه من الاعداء. يبقى هو كده اثر على وظيفة العضو. فهل السم ده تركيب جوه جسم الكائن الحي؟ لا، ده في عضو بيفرز السم. يبقى هل السم ده تركيب او مكون من جسم التعبان؟ يعني التعبان مثلا جسمه بيتكون من سم؟ لا، هو مش بيتكون من سم، هو في جواه عضو او في جواه غدة وظيفتها ان هي تفرز السم. فهي دلوقتي لما يكون عندها اعداء تخلي الوظيفة دي تشتغل عشان تفرز السم، ده كده تكيف فسيولوجي او التكيف الوظيفي في الغدد اللي بتفرز السموم. تحور اطراف الحيتان، الاطراف بتاعه الحيتان اللي هي زي الايد والرجل عندنا في الانسان كده، الاطراف دي بتتحور، شكلها بيتغير عشان تساعدها على العوم. طبعا صح. طبعا ده كده غلط، يبقى ده كده تكيف تركيبي، لان ده كده في تركيب الكائن الحي. الحيتان ديت جسمها بيتكون من اطراف، فالاطراف ديت اتغيرت، شكلها اتغير، يبقى انت غيرت تركيب الجسم بتاع الكائن الحي، يبقى ده تغير تركيبي مش تكيف فسيولوجي. هجرة الطيور بسبب اختلاف فترات الإضاءة والإظلام، طبعا قلنا الهجرة ده عبارة عن تكيف سلوكي. حدة منقار النسر لتمزيق الفريسة، حدة المنقار ده تركيب في الجسم، فبالتالي ده كده عبارة عن تكيف تركيبي. فمن الخلاصة أي تركيب في جسم الكائن الحي ده تركيبي. اي وظيفة ده كده وظيفي. يعني ايه؟ اطراف، الاطراف ديت موجودة في جسم الكائن الحي ولا لا؟ موجودة، يبقى ده تركيبي. المنقار بتاع النسر، المنقار ده موجود في الجسم ولا لا؟ موجود، يبقى ده تركيبي. هجرة الطيور يبقى ده سلوكي. لكن التعبان والسم، هل السم موجود في جسم الكائن الحي بيدخل في جسمه؟ طبعا لا، هو في عضو او في غدة بتفرز السم، يبقى ده الوظيفة بتاعتها. يبقى هي افرزت السم، يبقى ده كده الوظيفة بتاعتها اتعملت، يبقى ده التكيف الفسيولوجي او التكيف الوظيفي. رقم 4 بيقولك كيف يتكيف ثعبان الماء الكهربائي مع نقص الأكسجين لبقائه في المياه العميقة. نقص الأكسجين قلنا فيه 3 حاجات. قلنا رقم 1 وجود خياشيم كبيرة للغاية، ورقم 2 شعيرات دموية دقيقة، والاتنين دول لتزيد من كفاءة امتصاص الأكسجين القليل في الماء. وقلنا رقم 3 يمكنها إبطاء معدل الأيض لتقليل احتياجها من الأكسجين. يبقى هما ال3 دول بس. يبقى هنا زيادة قدرة الخياشيم على امتصاص الأكسجين، طبعا ديت صح. قلنا الخياشيم بتمتص الأكسجين عن طريق إن هي بتكون كبيرة للغاية، فبتزود كفاءة امتصاص الأكسجين القليل في الماء. التحول لنظام غذائي جديد، احنا قلنا والله 3 حاجات: خياشيم كبيرة، شعيرات دموية دقيقة، إبطاء معدل للأيض. لكن ما قلناش إنها بتتحول لنظام غذائي جديد، يعني مش بتغير نظام الغذاء بتاعها. زيادة معدل التنفس الخلوي اللي هو الأيض، طبعا غلط، ده احنا قلنا بتعمل على إبطاء الأيض، يبقى هي بتزوده، طبعا غلط، ده بتقلله إبطاء.
حرق الغذاء بمعدل اسرع، ده احنا لسه قايلين ابطاء، هي بتبطئ معدل الايض. الايض ده اللي هو حرق الغذاء، اللي هو التنفس الخلوي، اللي هو تكسير يعني الروابط اللي موجوده في الغذاء خاصه الجلوكوز وانتاج الطاقه الاي تي بي. فحرق الغذاء بيكون عندها بمعدل ابطأ لتقليل احتياجها من الاكسجين. رقم 5 بيقولك اي من مالي ليس من مصادر حصول للاسماك على الاكسجين اللازم للتنفس. ايه هي اساسا مصادر حصول للاسماك على الاكسجين اللازم للتنفس؟ قلنا اول حاجه المصدر الاساسي اللي هو الهواء الجوي، يعني المصدر الاساسي اللي هو التبادل الغازي بين الغلاف الجوي والماء، يبقى ده المصدر الاساسي اصلا. التمثيل الضوئي او البناء الضوئي للعوالق النباتيه، طبعا صح، ما احنا قلنا التمثيل الضوئي او البناء الضوئي. النبات او العوالق النباتيه ديت بتاخد ثاني اكسيد الكربون وتنتج الاكسجين. البناء الضوئي هو التمثيل الضوئي، الاتنين هم حاجه واحده، لسه قايلين البناء الضوئي بياخد ثاني اكسيد الكربون وينتج الاكسجين. فبالتالي ده كلها المصادر. يبقى ليس من مصادر حصول الاسماك على الاكسجين تحلل المواد العضويه. ليه؟ لان احنا قلنا تحلل المواد العضويه اللي بتكون موجوده في مياه الصرف ديت من مصادر الحصول على ثاني اكسيد الكربون وليس الاكسجين. رقم 6 بيقول لك اي من مالي يعد تغير فسيولوجي في اسماك المحيطات. فسيولوجي يبقى ده كده تغير في وظيفه وليس تركيب. عندك الجسم لما يكون مضغوط قلنا ده عباره عن تغير تركيبي. الشرايين القويه مش الشرايين ديت جوه الجسم، يعني لسه قايل لك اي حاجه في الجسم يبقى ده تركيب في الجسم ده تغير تركيبي. لكن اي حاجه مش موجوده في الجسم بس ده عباره عن وظيفه، يعني انت عندك عضو بيعمل وظيفه، الوظيفه ديت لو اتغيرت زادت او قلت يبقى ده تغير فيسيولوجي او وظيفي. لكن انت عندك عضو نفسه يبقى ده كده تركيبي. فالجسم مضغوط هو ده الجسم ده تركيب، فبالتالي ده تغير تركيبي، ان انت ضغطته يبقى ده تركيبي. الشرايين القوية، الشرايين ديت موجودة في الجسم يبقى ده كده تركيبي. الخياشيم ديت موجودة في الجسم يبقى ده تركيبي. يبقى انت عايز حاجة فيسيولوجي اللي هي وظيفة عضو، يبقى ده كده زيادة ضغط الدم. هل ضغط الدم ده تركيب موجود جوه الجسم؟ طبعا لا، ده مش تركيب موجود جوه الجسم. يبقى اكيد في تراكيب جوه الجسم، في عضو جوه الجسم بيزود ضغط الدم، في بقى هرمونات جوه الجسم بتزود ضغط الدم وحاجات كده. يبقى في غدد بتفرز هرمونات عشان تزود ضغط الدم ده. يبقى ضغط الدم ده مش تركيبه موجود جوه جسمك، يعني جسم الانسان بيتكون من ايدين، بيتكون من رجلين، جهاز تنفسي، جهاز دوري، ديت كلها حاجات تركيبيه في الشرايين، الاورده، الشعيرات الدمويه، الجسم، البق، ديت كلها تراكيب موجوده جوه الجسم، فهيكون تغير تركيبي. لكن ضغط الدم لا، ده مش تركيبه جوه الجسم، ده في اعضاء وفي غدد وظيفتها ان هي تفرز حاجات او وظيفتها ان هي تزود ضغط الدم. فضغط الدم لما يزيد او يقل يبقى ده كده وظيفه الاعضاء ديت زادت او قلت، يبقى ده كده هو التغير الفسيولوجي او الوظيفي، فالاختيار الصح جه. رقم 7 بيقول لك اي من التكيفات التاليه تمكن اسماك الاعماق من التعايش مع نقص الاكسجين. لسه قايل لك من شويه نقص الاكسجين 3 حاجات. قلنا رقم 1 وجود خياشيم كبيره للغايه، ورقم 2 شعيرات دمويه دقيقه ديت عشان تزود من كفاءه امتصاص الاكسجين القليل في الماء. وقلنا رقم 3 ابطاء معدل الايض لتقليل احتياجها من الاكسجين. فالجسم المضغوط ده عشان يتحمل الضغط المرتفع، هي من اسمها مضغوط عشان تتحمل الضغط. الأوعية الدموية القوية برضو دي عشان تتحمل الضغط العالي. زيادة تركيز الأملاح في الخلايا زي القرش كده بيزود تركيز الأملاح عشان يكون مقارب للضغط الأسموزي المرتفع اللي هي ملوحة المياه العالية في المحيطات والبحار. يبقى ده كده مش ناقص الأكسجين، ده كده التكيف مع زيادة ملوحة المية أو زيادة الضغط الأسموزي في المية. فنقص الأكسجين خياشيم كبيرة، شعيرات دموية دقيقة، إبطاء معدل الأيض لتقليل احتياجها من الأكسجين. فالاختيار الصح طبعا يكون ألف، إبطاء معدل الأيض. رقم 8 بيقول لك اي مما لا يعبر بشكل صحيح عن التكيف الفسيولوجي لاحد الكائنات الحيه. لسه قايل لك الفسيولوجي يبقى ده كده وظيفه، لكن اي تركيب في الجسم ده كده حاجه تركيبيه. تعديل سلوكه، قلنا تعديل سلوكه يبقى ده كده عباره عن تكيف سلوكي. اختفاء بعض التراكيب غير الضروريه، ده تركيب موجود في الجسم يبقى ده كده عباره عن تركيبي. تغير في تركيب يبقى ده كده عباره عن تركيبي. كل ده انت غيرت في تركيب الكائن الحي. لكن الفسيولوجي ان انت بتغير في وظيفة التركيب. يبقى انت عندك تركيب يبقى ده كده تركيبي، لكن التركيب ده بيعمل وظيفة، مثلا بيزود ضغط الدم. ضغط الدم الوظيفة ديت لو اتغيرت يبقى ده كده التكيف الفسيولوجي او التكيف الوظيفي. يبقى طبعا الاختيار الصح د، زيادة كفاءة عملية التنفس. ديت وظيفة، الوظيفة ديت مين اللي بيعملها؟ الرئتين مثلا. الرئة لو غيرت الرئة نفسها يبقى ده تغير تركيبي.
لكن الرئه بتعمل وظيفه اللي هي التنفس ده لو زاد او قل يبقى انت كده بتغير في الوظيفه اللي بتعملها الرئه، فده كده تكيف فسيولوجي او التكيف الوظيفي. رقم 9 بيقول لك اي مما يلي له اعلى ضغط اسموزي. طبعا انت عارف ان الضغط الاسموزي ده علاقه طرديه مع التركيز، يعني كل ما التركيز هيزيد كل ما الضغط الاسموزي بيزيد، فالعلاقه بينهم بتكون علاقه طرديه. التركيز كل ما يزيد كل ما بتلاقي ان الضغط الاسموزي هيزيد، علاقه بينهم علاقه طرديه. والاتنين علاقه عكسيه مع الميه، يعني الميه لو زادت التركيز بيقل وبالتالي الضغط الاسموزي هيقل، الميه لو قلت التركيز هيزيد وبالتالي الضغط الاسموزي هيزيد. زي ايه مستر؟ اديني مثال عشان انا مش فاهم. تخيل مثلا دلوقتي ان انت داخل تعمل شفشق مثلا عصير، ووالدتك قالت لك حط ربع كيس سكر، رحت انت داخل حاطط كيس سكر كامل، يبقى انت كده زودت التركيز، هيكون مركز قوي. فعشان تقلل التركيز ده هتعمل ايه؟ هتزود ميه، فالميه لما هتزيد هتقلل التركيز، يبقى فعلا الميه لما تزيد يبقى التركيز هيقل، يعني الضغط الاسموزي هيقل. فهنا بيقول لك له اعلى ضغط اسموزي، يبقى يكون منخفض التركيز؟ لا، ده التركيز والضغط علاقه طرديه. منخفض التركيز يعني التركيز قليل، يعني هنا يكون اقل ضغط اسموزي مش اعلى ضغط اسموزي. محلول عالي التركيز، هنا التركيز هيكون عالي يبقى الضغط الاسموزي عالي، يبقى ده كده صح، اللي هو الاختيار به، لان العلاقه بينهم علاقه طرديه. مذيب نقي درجه حرارته مرتفعه. المذيب ده اللي هو الميه. مذيب نقي، النقي طبعا ده يعني بيكون خالي من الشوائب وخالي من الاملاح، يعني الملح فيه قليل، يعني التركيز فيه قليل، يعني ده كده يكون اقل ضغط اسموزي لانه نقي ما فيهوش املاح، يبقى طبعا هنا التركيز اساسا هيكون بصفر، يعني الضغط الاسموزي هيكون بصفر، فالاختيار الصح ب محلول عالي التركيز. رقم 10 بيقول لك أثناء تجربة الأسموزية يقوم الغشاء شبه منفذ ب السماح بمرور المواد الذائبة ولا المواد كبيرة الحجم ولا منع مرور جميع المواد ولا السماح بمرور المياه فقط. قلنا الأسموزية، يعني عندك هنا الأسموزية، أول لما تشوف الأسموزية قول التعريف بتاعها. احنا قلنا الأسموزية ديت هي ظاهرة انتقال أو انتشار المية خلال الغشاء شبه المنفذ من المحلول المخفف إلى المحلول المركز. يبقى الأسموزية ديت هي ظاهرة انتشار أو انتقال الماء فقط، يبقى ديت مسؤولة عن نقل المية فقط. يبقى أول ما تشوف الأسموزية اختار المية على طول، أول لما تشوف حاجة فيها المية اختار الأسموزية على طول. فبالتالي الأسموزية ديت هي خاصة بالمية بس، يبقى هي مش خاصة بالمواد الذائبة، يبقى هنستبعدها. مش خاصة بالمواد كبيرة الحجم، مش خاصة بمنع مرور جميع المواد، لا هي بتسمح بمرور المية، فبالتالي الاختيار الصح ب هي بتسمح بمرور المية فقط، ومفيش أي مادة تانية هتعدي من خلال الأسموزية. يبقى الاسموزيه ديت هي ظاهره انتقال الميه فقط، يبقى مش هتسمح بمرور المواد الذائبه ولا المواد كبيره الحجم، هتمنع مرور جميع المواد بس الا الميه. يبقى هنا جميع المواد غلط عشان هي هتسمح بمرور الميه فقط، فالاختيار الصح ب. رقم 11 بيقول لك عندما ينتقل الماء من المحلول في المنطقه X الى المحلول في المنطقه Y فهذا يعني ان عندك هنا ده كده محلول، ادي ده كده منطقه X، وادي ديت كده المنطقه Y، وهنا بيقول لك ان الميه مشيت من المحلول X الى المحلول Y، مشيت من المنطقه X الى المنطقه Y، يبقى معنى كده ان تركيز الميه في X اعلى من Y ولا الملح هنا يكون اعلى. انت عندك الخاصيه الاسموزيه لسه قايلين ان الميه بتمشي من الحجم الاعلى ميه الى الحجم الاقل ميه. يعني مثلا تخيل ان انا وانت واقفين في الصحراء، انا معاك كوبايه ميه وانت معاك ازازه ميه كبيره، مين اللي هيدي ميه للتاني؟ طبعا انت اللي هتيجي تديني ميه عشان انت معاك ميه اكتر مني. فبالتالي الميه بتمشي منين لفين؟ الميه بتمشي من الحجم الاعلى ميه او من اللي معاه ميه اعلى الى اللي معاه ميه اقل. ولسه قايلك ان انت لو بتعمل عصير زودت السكر قوي، عشان تقلل السكر ده وعشان تقلل التركيز بتزود ميه، فالميه لما بتزيد التركيز بيقل، فالعلاقه بين الميه والتركيز علاقه عكسيه. فالاعلى ميه ده تفتكر التركيز بتاعه يكون عالي ولا قليل؟ لا ده هنا اعلى ميه، يبقى الميه لما تزيد التركيز هنا هيقل، يبقى الاعلى ميه ده اللي هو اقل تركيز. طب هنا الميه بتمشي من الاعلى ميه للاقل ميه، الاقل ميه يبقى التركيز بتاعه يكون عالي، يبقى ده اعلى تركيز، يبقى الميه عكس التركيز. يبقى الميه بتمشي من الاعلى ميه الى الاقل ميه، اعكس في التركيز من الاقل تركيز الى الاعلى تركيز، بالتالي اكس ده اعلى ميه واقل تركيز، واي ده اقل ميه واعلى تركيز. يبقى هنا تركيز الميه، هنا بنتكلم على الميه، تركيز الميه في المنطقه اكس اعلى من تركيزه في واي. طبعا صح، قلنا اكس ديت اعلى ميه وواي ديت اقل ميه، عشان كده الميه فعلا مشيت من اكس لواي، من الاعلى ميه للاقل ميه، يبقى تركيز الميه في اكس هيكون اعلى من واي.
طب تركيز المحلول بقى في اكس هيكون اعلى من واي؟ طبعا غلط، ده احنا قلنا ده هيكون اقل تركيز وعشان كده هو اعلى ميه. تركيز الميه في واي اعلى؟ طبعا غلط، قلنا واي ديت الميه اقل. تساوي تركيز المحلولين في اكس وواي؟ طبعا غلط، قلنا اكس ده اقل تركيز وواي ده اعلى تركيز وعشان كده مشيت من اكس لواي. لكن لو اساسا التركيز متساوي يبقى لا ده هيفقد ميه ولا ده هيمتص ميه، لان طالما هما متساويين يبقى الميه مش هتمشي من اكس لواي ولا من واي لاكس، لان هما الاتنين زي بعض. يعني تخيل ان انا معايا كوبايه ميه وانت معاك كوبايه ميه، انت هتشرب ديت وانا هشرب ديت، خلاص محدش هيدي للتاني ميه، لان محدش اعلى من حد ولا حد اقل من حد. رقم 12 بيقولك يوضح الشكلين المقابلين عدد متماثل من الخلايا الحيوانية بعد وضعها في محلولين مختلف التركيز 1 و2، معتبرا أن الخلايا في المحلول 2 تمثل حجم الخلايا في الحالة الطبيعية. يبقى بيقولك إن الخلايا ده كده في المحلول 2 ده كده حجم الخلايا الطبيعي. يبقى في واحد هنا ايه اللي حصل في حجم الخلايا؟ بص الخلايا طبعا واضح هنا ان حجم الخلايا زاد، يبقى هنا حجم الخلايا زاد معناه كده ان هي امتصت الميه، يعني الميه دخلت في الخلايا ديت، فعشان كده الخلايا هنا امتصت الميه. فهنا بيقول لك ما الذي يمكن استنتاجه من هذا الشكل؟ انت عندك حاجه الاول اسمها المذاب وحاجه اسمها المذيب. المذيب ده اللي هو بيدوب يعني اللي هي الميه، يبقى المذيب ده اللي هي الميه، والمذاب ده الحاجه اللي هي بتدوب في الميه زي الاملاح والسكر اللي هي يعني الحاجات الذائبات اللي بتدوب في الميه. فهنا بيقول لك ان انت عندك في الحجم هنا الحجم الطبيعي هادي هنا في المحلول 1 حجم الخلايا زاد. حجم الخلايا زاد يعني هي اكيد امتصت الميه، اكيد الميه دخلت فيها، يبقى الميه مشت هنا من المحلول اللي هو 1 ده الى الخلايا، فالخلايا امتصت الميه دخلت في الخلايا، فعشان كده الخلايا لما شربت الميه حجمها كبر، حجمها زاد. يبقى انت عندك هنا الميه مشت من المحلول للخلايا، احنا قلنا الميه بتمشي من لفين؟ قلنا الميه بتمشي من الاعلى ميه الى الاقل ميه، وطبعا الميه والتركيز علاقه عكسيه عكس بعض، فالاعلى ميه اللي هو المحلول ده يعني ده كده اللي هو اقل تركيز الى الاقل ميه ده اللي هو الاعلى تركيز. فهنا بيقول لك تركيز المذاب يعني تركيز الاملاح، قلنا هنا في المحلول هيكون اقل تركيز وعشان الخلايا ديت تمتص الميه يكون هي الاعلى تركيز. فهنا بيقول لك تركيز المذاب اللي هي الاملاح ديت في المحلول 1 اكبر من تركيزه داخل الخلايا، لا ده احنا قلنا الميه مشيت من المحلول للخلايا، فالخلايا ديت هي اللي خدت الميه، يعني الخلايا ديت كانت اقل ميه اعلى تركيز، يبقى تركيز المذاب في المحلول 1 قلنا اقل تركيز من الخليه، وعشان كده الميه مشيت جوه الخلايا، يعني الخلايا اعلى تركيز يعني اقل ميه. طب تركيز المذاب في المحلول 2 اكبر من تركيزه داخل الخليه؟ ما لو تركيز المذاب يعني لو تركيز الاملاح جوه المحلول هنا في الحاله 2 اقل يعني او في الحاله 2 عفوا اكبر، يبقى ده كده هيكون اقل ميه، يعني الخلايا كانت المفروض تفقد الميه، بس هو قالك في المحلول 2 ده حجمها الطبيعي، يعني هي لا فقدت ميه ولا امتصت ميه، حجمها لا زاد ولا حجمها قل، يبقى هي ما فقدتش ميه وما اكتسبتش ميه، يبقى اكيد المحلول اللي هنا هو نفس التركيز بتاع المحلول اللي هنا، عشان كده الخلايا حجمها طبيعي لا فقدت ميه ولا امتص ميه. فلو كان تركيز المذاب في المحلول اللي هنا اكبر، احنا لسه قايلين ان الميه تمشي من الاقل تركيز للاعلى تركيز، يعني كانت هتخرج من الخلايا الاقل تركيز الى المحلول اللي هو الاعلى تركيز، يعني الخلايا كان يقول لك ان حجمها قل عن الطبيعي، لكن طالما هنا هو طبيعي يعني لا امتصت ميه ولا فقدت ميه، فبالتالي التركيز هنا يكون متساوي. يبقى في الحالة 2 تركيز المحلول متساوي معاها، في الحالة 1 هنا قلنا تركيز المحلول هيكون أقل تركيز، المحلول ده يكون أقل تركيز من الخلية، عشان كده المية تدخل من المحلول اللي هو الأقل تركيز إلى الخلية اللي هي الأعلى تركيز، وعشان كده حجمها زايد. تركيز المذيب اللي هي المية متساوي في الحالتين؟ طبعا غلط، ما احنا قلنا المية هنا دخلت من المحلول للخلية، يعني المحلول أعلى مية والخلية أقل مية، يبقى طبعا المذيب اللي هي المية مش متساوية، فالاختيار الصح كده د. تركيز المذيب اللي هي المية في المحلول 1 أكبر من تركيزه داخل الخلية، عشان كده المية مشيت من الأعلى مية اللي هو المحلول 1 لداخل الخلية، وعشان كده الخلية حجمها زاد وانتفخت. رقم 13 بيقول لك من الشكل المقابل وتابعا للخاصية الأسموزية، قلنا الخاصية الأسموزية ديت هي خاصة بانتقال المية فقط، ولسه قايلك من شوية المية ديت هي عبارة عن جزيئات المذيب، لكن المذاب ديت اللي هي الأملاح. أي مما يمثل شكل الأنبوبة بعد مرور فترة من الزمن. انت عندك هنا ديت جزيئات المذاب اللي هو الملح او الاملاح، لسه قايلك مين اللي بتنيل بالاسموزيه؟ الميه بس، قلنا الاسموزيه بتتنيل منين لفين؟ من الحجم الاعلى ميه اللي معاه ميه كتير الى الاقل ميه اللي هو معاه ميه قليل، وقلنا الميه والتركيز علاقه عكسيه، فالاعلى ميه ده كده اللي هو بيكون اقل تركيز
الى الاقل ميه ده اللي هو الاعلى تركيز. الميه والتركيز عكس بعض، يعني انت لو داخل مثلا تعمل عصير وحطيت سكر كتير قوي، عشان تقلل السكر عشان تقلل التركيز بتزود ميه، فالاعلى ميه ده اقل تركيز، يبقى الميه بتمشي من الاعلى ميه او الاقل تركيز الى الاقل ميه اللي هو الاعلى تركيز. مين هنا؟ طبعا هنا الميه لما تيجي تشوف هتلاقيها متساويه. طب مين هنا اقل تركيز ومين اعلى تركيز؟ التركيز ده اللي هو بيعبر عنه الملح اللي هو جزيئات المذاب. بص هنا الملح ادي 1 2 3 4 5، يبقى هنا 5. هنا 1 2 3 4 5 6 7، يبقى واضح ان هنا اكبر، يبقى ده كده التركيز هنا اكبر وهنا التركيز اقل. قلنا الميه بتمشي منين لفين؟ من الاقل تركيز اللي هو ده الى الاعلى تركيز، يبقى الميه تمشي من هنا هتروح هنا، يبقى الميه في الجنب ده هتزيد يبقى هتطلع لفوق، وهنا الميه تمشي منها يبقى تقل، يبقى الجنب ده كده الميه فيها تقل والجنب ده الميه فيها تزيد. هنا الميه زادت وهنا الميه قلت، يبقى ده كده صح. الميه ثابته في الاتنين يبقى غلط، لان قلنا الميه تمشي من الجنب ده الى الجنب ده. هنا الميه ثابته يبقى برضو غلط، قلنا الميه تمشي من هنا لهنا، فبالتالي الجنب ده الميه فيها تقل والجنب ده الميه فيها تزيد. الجنب ده اللي الميه فيه زادت طبعا غلط، العكس، لان الميه تمشي من الاقل تركيز للاعلى تركيز، يعني ماشيه من الشمال لليمين، فالاختيار الصح هنا الف. رقم 14 بيقول لك اي الاشكال البيانات التاليه يوضح العلاقه بين تركيز السكر في محلول سكري والضغط الاسموزي له. العلاقه بين التركيز والضغط لسه قايلك من شويه ان هي علاقه طرديه، والاثنين عكس الميه، يعني الميه لو زادت التركيز يقل والضغط الاسموزي يقل، الميه لو قلت التركيز يزيد والضغط الاسموزي يزيد. فالعلاقه بين التركيز والضغط هما الاثنين حاجه واحده، العلاقه بينهم علاقه طرديه. طب يا مستر عايزين مثال يوضح الكلام ده. مش احنا قلنا ان انت عندك الملح كل ما بيزيد كل ما الكثافه بتزيد، فبالتالي كل ما الضغط هيزيد، يبقى كل ما تركيز الملح هيزيد كل ما الضغط الاسموزي هيزيد، يعني العلاقه طرديه، يعني هتفضل تزيد لفوق اللي علاقه طرديه. هنا في الجزء ده بتقل يبقى غلط، هنا بتقل يبقى غلط، هنا بتقل يبقى غلط، فالعلاقه بين التركيز والضغط علاقه طرديه، كل ما التركيز زاد كل ما الضغط زاد، كل ما التركيز قل كل ما الضغط هيقل. رقم 15 الشكل المقابل يمثل 4 خلايا متجاورة تحتوي على تركيزات مختلفة للسكر، أي مما يمثل حركة انتقال المية عبر الخلايا بالخاصية الأسموزية. قلنا المية بتمشي منين لفين؟ قلنا المية بتمشي من الأعلى مية إلى الأقل مية، وقلنا المية وتركيزها علاقة عكسية، فالأعلى مية ده كده اللي هو أقل تركيز، طبعا بقى قلناها كتير، إلى الأقل مية ده يعني ده كده اللي هو الأعلى تركيز. يبقى المية بتمشي منين لفين؟ المية بتمشي من الأقل تركيز إلى الأعلى تركيز، أو من الأعلى مية إلى الأقل مية. فهنا بيقولك تمشي من الخلايا 1 للخلايا 2، أدي الخلايا 1 5%، 5%، إلى الخلية 2، الخلية 2 3%، ده كده هي ماشية من الأعلى تركيز للأقل تركيز، احنا قلنا إن هي بتمشي من الأقل للأعلى، هنا مشي من الأعلى للأقل يبقى طبعا غلط. من 2 ل3، عندك هنا الخلية 2 3%، إلى الخلية 3 ده تركيزها 1%، قلنا ان هي بتمشي من الاقل تركيز للاعلى تركيز، هنا بيقول لك من 3 ل1 من الاكبر للاقل، طبعا غلط العكس. من 3 ل4 ادي 3 1%، 4 ديت نص في المية، قلنا المية بتمشي من الاقل تركيز للاعلى تركيز، طبعا الواحد اكبر يبقى ده اكبر من النص، يعني هنا ماشي من الاكبر للاقل يبقى برضو غلط، فاكيد الاختيار الصح ده من الخلية 4 للخلية 1، عندك الخلية 4 هي اللي هي نص، إلى الخلية 1 5، فعلا من أقل تركيز لأعلى تركيز، يبقى الاختيار الصح ده. بيقولك إذا تم وضع هذه الخلايا في محلول تركيزه 10%، ما الذي يتوقع حدوثه لهذه الخلايا؟ يعني أنت جيت على الخلايا ديت كده كلها حطيتها في محلول 10%، يعني ال5% ديت حطيتها في محلول 10%، ديت برضو حطيتها في محلول 10%، ديت حطيتها في محلول 10%، ديت حطيتها في محلول 10%. احنا لسه قايلين الميه بتمشي منين لفين؟ من الاقل تركيز الى الاعلى تركيز، ديت 5% والمحلول اللي فيه 10%، او انت حطيتها في محلول 10%، يبقى هتمشي من ال5 لل10، يبقى الخلية واحد ده كده هتفقد الميه، وطبعا لما تفقد الميه اكيد حجمها هيصغر. خلية 2 ديت 3%، يبقى برضه هتفقد الميه عشان من 3% ل 10% اللي هو من الاقل للاكبر، يبقى برضه الخلية 2 ديت كده هتفقد الميه. 1% ل10%، يبقى برضه الخلية 3 ديت كده هتفقد المية. 4 ديت من نص ل10، يبقى برضه هتفقد المية، لأن كلهم أقل من 10%. يبقى مين الأعلى تركيز؟ الخلايا ديت. مين الأقل تركيز؟ لكن مين الأعلى تركيز؟ ال10% اللي هو المحطوط، اللي هو التركيز أو المحلول اللي هنحطه في الخلايا ديت. يبقى طبعا الخلايا ديت كلها تركيزها أقل من ال10%، يعني كلها هتفقد المية للمحلول، يبقى كلهم هيفقدوا المية وبالتالي حجمهم يقل. لا يتأثر حجم الخلايا طبعا غلط، هيقل. تنتفخ جميع الخلايا ده كلهم هيقل حجمهم هيقل عشان يفقدوا الميه.
تنكمش الخليتين 1 و2 فقط، لا كلهم حجمهم ينكمش ويقل. فالاختيار الصح ده تنكمش جميع الخلايا، لان كل الخلايا تفقد الميه. رقم 16 بيقول لك من الشكل المقابل في ضوء الخاصيه الاسموزيه اي مما يلي صحيح بعد مرور فتره زمنيه. طبعا احنا قلنا الخاصيه الاسموزيه، تعريف الخاصيه الاسموزيه قلنا ديت هي عباره عن ظاهره انتقال او انتشار الماء فقط، فديت هي عباره عن انتشار الميه فقط. ولسه قايلك من شويه الميه ديت هي عباره عن جزيئات المذيب. اما الامستر المذاب ديت اللي هي عباره عن الاملاح والسكر، اللي هي يعني الذائبات اللي بتدوب في الميه زي السكر وزي الاملاح. يبقى طبعا الخاصيه الاسموزيه اول ما تشوفها ديت مسؤوله عن نقل الميه بس او نقل المذيب بس اللي هو الميه. يبقى طبعا مش هيكون المذاب، هتستبعد المذاب خالص لان هي بتنقل الميه فقط، مش بتنقل المذاب اللي هي زي الملح، ومش بتنقل السكر اللي هي يعني الذائبات او اسمها المذاب. فهي طبعا بتنقل الميه بس اللي هو بيكون اسمه المذيب. وقلنا الميه بتمشي من لفين؟ قلنا الميه بتمشي من الاعلى ميه الى الاقل ميه، او الاقل تركيز الى الاعلى تركيز. مين هنا الاقل تركيز؟ ادي ديت ميه عذبه، وادي طبعا ده كده اكيد ميه مالحه. ما الميه العذبه بص هنا الملح اللي فيها دي 1 2 اللي هي الكور الزرقاء الصغيره دي 3 4 5 6 7، هنا عددهم 7. لكن بص هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، فطبعا عدد كبير جدا. يبقى ديت اكبر تركيز او اعلى تركيز، وديت اقل تركيز. لسه لان الميه بتمشي من الاقل تركيز الى الاعلى تركيز، يعني هتمشي من الميه العذبه للميه اللي هنا ديت اللي هي طبعا الميه المالحه، يعني هتمشي من 2 ل1. هنا من 1 ل2 طبعا غلط، العكس. فالاختيار الصح ب تنتقل جزيئات المذيب اللي هي الميه من 2 ل1. رقم 17 بيقول لك الشكل البياني المقابل يوضح نتائج احدى التجارب حيث تم وضع مجموعه من قطع البطاطس متساويه الكتل في عده محاليل ملحيه مختلفه التركيز. عند اي تركيز للمحلول لن تتغير كتله قطعه البطاطس، لن تتغير. انت عندك ادي تركيز المحلول اهو 0 10 20 30 40 50، وادي التغير في كتله البطاطس. هنا كانت 0 اللي هي الطبيعيه ما اتغيرتش، التغير هنا ب0 يبقى ما اتغيرتش. هنا التغير طالع لفوق، يعني هنا التغير بيزيد، موجب 1 موجب 2 موجب 3، يبقى هنا كده فوق التغير بيزيد. تحت بالسالب يبقى طبعا كده -1 -2، يبقى كده التغير بيقل. يبقى معنى كده فوق ان التغير بيزيد يعني حجمها بيزيد، بتمتص ميه. لتحت يعني كده هي بتفقد الميه، حجمها بيقل. 0 طبعا ده كده هي ثابته ما اتغيرتش، فبالتالي لن تتغير كتله قطع البطاطس. يبقى هي اكيد مش فوق الصفر مش هتزيد، ولا اكيد تحت الصفر مش هتقل. يبقى هي كده هتكون عند الصفر اللي هي ثابته. فين الصفر؟ هتمشي عند الصفر اهو، هتلاقي الخط ده موجود فين عند الصفر؟ هتلاقيه موجود هنا في النقطه ديت عند ال20. يبقى تركيز المحلول 20 هو ده اللي هيخلي قطعه البطاطس ما تتغيرش، لان عندها لما تيجي تبص على الشكل اهو، عندك ديت هي ال20 لما تيجي تبص عليها عند ال20 اهو تركيز المحلول 20، لقينا التغير بصفر ما اتغيرتش. طب 10 بص عند ال10 لقينا التغير هنا زاد فوق الصفر، يعني ديت مثلا كده 2 أو 3 زاد. طب عند ال30 هتلاقي التغير هنا قل نزل تحت بقى بالسالب. عند ال40 برضه هتلاقي هنا التغير قل بقى بالسالب. فبالتالي اللي هي ثابته مش هتغير الكتله، يعني هتكون بصفر، فبالتالي هو هيكون 20 اللي هو الاختيار ب. رقم 18 الضغط الاسموزي يؤدي لانتقال الميه من المحلول الذي يتميز به. انتقال الميه منين؟ انت عندك قلنا الميه بتمشي منين لفين؟ قلنا بتمشي من الاعلى ميه الى الاقل ميه. والاعلى ميه قلنا الميه والتركيز علاقه عكسيه، فالاعلى ميه ده اللي هو بيكون اقل تركيز الى الاقل ميه ده اللي هو هيكون اعلى تركيز. الميه والتركيز عكس بعض. فهنا الميه بتمشي منين لفين؟ بتمشي من الاعلى ميه او اللي هو الاقل تركيز. يبقى تمشي من اللي ضغطه الاسموزي مرتفع، ما احنا قلنا بقى الضغط الاسموزي هو التركيز، هما الاتنين حاجه واحده علاقه طرديه. فالاعلى ميه ده يعني اقل تركيز، يعني اقل ضغط اسموزي هي. فبالتالي ارتفاع ضغط الاسموزي عن ارتفاع تركيزه طبعا غلط. انخفاض ضغط الاسموزي يبقى طبعا صح عشان تركيزه هيكون قليل. زياده تركيز الاملاح يعني هيكون اللي هو الاعلى تركيز طبعا غلط، قلنا الاقل تركيز. قله جزيئات الميه لا ده احنا قلنا من الاعلى ميه يعني الميه تكون زايده، فالاختيار الصح جي. 19 بيقول لك ما العامل الرئيسي الذي يؤثر في الضغط الاسموزي للمحلول داخل الخلايا؟ هل درجة الحرارة تأثر على الضغط الاسموزي؟ هي هتأثر بس مش العامل الرئيسي. قلنا العامل الرئيسي للضغط الاسموزي ديت هي بتعبر عن كمية الذائبات. فالضغط الاسموزي ده هو الضغط الناشئ عن انتقال المية من المحلول الأقل تركيز إلى المحلول من المحلول الأقل تركيز اللي هو أعلى مية يعني إلى المحلول الأعلى تركيز، يعني من المحلول المخفف إلى المحلول المركز. فهي بتعتمد على التركيز، ما بتعتمدش على درجة الحرارة ولا نوع الغشاء ولا نوع المواد الزائبة، هي بتعتمد على تركيز المواد الزائبة.
لان الضغط الاسموزي هو الضغط الناشئ عن انتقال الميه بالاسموزيه خلال الغشاء شبه المنفذ من المحلول المخفف اللي هو الاقل تركيز الى المحلول المركز اللي هو الاعلى تركيز. فالضغط الاسموزي ده بيختلف باختلاف، او اللي بيأثر عليه هو تركيز المواد الذائبه. رقم 20 بيقول لك الشكل المقابل بيوضح تجربه لدراسه الخاصيه الاسموزيه اي مما يلي يعتبر صحيح. عندك هنا القمع ده فيه الميه هنا، اول حاجه ديت بدايه التجربه وادي ديت نهايه التجربه. فادي ده كده القمع اهو، القمع الميه فيه كانت هنا في بدايه التجربه، وادي ده محلول سكري، يعني المحلول ده فيه سكر بنسبه عاليه، لكن ده هي عباره عن ماء مقطر يعني مفيهوش املاح. الميه المقطره ديت يعني ميه نقيه ما فيهاش اي املاح خالص او ما فيهاش اي سكريات. وادي ده الكأس اللي هو فيه المحلول السكري. هنا طبعا القمع ده عبارة عن مية، لكن ده عبارة عن سكر. احنا لسه قايلين ان المية بتمشي منين لفين؟ من الاعلى مية للاقل مية، او من الاقل تركيز للاعلى تركيز. مين هنا الاقل تركيز؟ القمع ولا الكاس؟ اكيد طبعا الاقل تركيز اللي هو القمع، لان هو فيه مية بس مفيهوش اساسا ذائبات، مفيهوش سكريات. لكن الكاس ده هيكون اعلى تركيز لانه عبارة عن محلول سكري، يعني ده عبارة عن محلول سكر يبقى مركز، يبقى المحلول السكري اللي هو في الكاس ده هيكون اعلى تركيز، والقمع ده هيكون اقل تركيز. فعشان كده المية هتمشي من القمع الى المحلول السكري، وفعلا عشان كده لقينا ان المية في القمع قلت بعد ما كانت هنا، لا قلت لحد شوية دول، فبالتالي كده المية زادت في الكاس وقلت في القمع. يبقى هنا ينتقل الماء من الكاس للقمع طبعا غلط، العكس، ينتقل الماء من القمع للكاس طبعا صح، وعشان كده نسبة المية في القمع قلت. ينخفض الضغط الاسموزي للمحلول بالقمع، احنا قلنا القمع ده هيفقد ميه، فالميه لما تقل قلنا الميه والتركيز علاقه عكسيه، او الميه والضغط علاقه عكسيه، فالميه لما تقل يبقى كده الضغط الاسموزي ده هيزيد، يبقى طبعا ده كده غلط. فالضغط الاسموزي والتركيز حاجه واحده، الاتنين علاقه عكسيه مع الميه. الميه لما تقل يبقى الضغط الاسموزي هيزيد والتركيز هيزيد، الميه لو زادت يبقى الضغط الاسموزي هيقل والتركيز هيقل. فهنا الميه قلت يبقى طبعا الضغط الاسموزي علاقه عكسيه هيزيد مش هيقل. يزداد الضغط الاسموزي للمحلول بالكاس، قلنا الميه مشيت من القمع للكاس، يعني الكاس الميه فيه زادت، يبقى طبعا الضغط الاسموزي هيقل علاقه عكسيه. رقم 21 بيقول لك اي مما يلي يمثل وسيله التنفس في الاميبا. طبعا قلنا التنفس في الاميبا اللي هي الكائنات وحيده الخليه، التبادل الغازي ده بيكون عن طريق الغشاء الخلوي، بيتم من خلاله دخول الاكسجين وخروج ثاني اكسيد الكربون بالانتشار من خلال الغشاء الخلوي. يبقى طبعا مش عن طريق الميتوكوندريا ولا الخياشيم ولا الفجوه المنقبضه، طبعا ده الكائنات وحيده الخليه، فالتنفس فيها بيتم عن طريق الغشاء الخلوي عن طريق انتشار ثاني اكسيد الكربون وانتشار الاكسجين. 22 بيقول لك ايه الاعضاء التاليه لها دور رئيسي في التخلص من الماء الزائد عن حاجه الجسم في اسماك المياه العذبه. التخلص من الميه، قلنا الكليتين في السمك ديت هي اللي بتتخلص من الميه التي تدخل الجسم عن طريق الجلد والفم والخياشيم. يبقى الخياشيم ده بتدخل الميه مش بتتخلص من الميه، الفم بيدخل الميه مش بيتخلص من الميه، الجلد نفس الكلام بيدخل الميه مش بيتخلص من الميه، يبقى الوحيد اللي بيتخلص من الميه هي الكليتين. 23 اي انواع الميه التاليه لها ضغط اسموزي اعلى من الضغط الاسموزي للمحاليل داخل اجسام الكائنات الحيه التي تعيش بها. لها ضغط اسموزي عالي يعني الملوحه فيها عاليه، الملوحه فيها عاليه يبقى اكيد ديت عباره عن ميه مالحه. ميه الانهار ديت ميه عذبه، مياه الينابيع ديت عباره عن ميه عذبه برضو، مياه البرك العذبه ديت عباره عن ميه عذبه. فطبعا هنا الميه الوحيده طبعا المالحه، مياه البحار مياه المحيطات، فبالتالي الاجابه الصح الف. فانت حتى لو مش عارف مياه الينابيع ديت عذبه ولا مالحه، انت اكيد عارف ان الميه المالحه هي ميه المحيطات وميه البحار، فاكيد هي ميه المحيطات من اول اختيارها على طول، يبقى بالتالي الاجابه الصح الف. رقم 24 بيقول لك كيف يؤثر اخراج الاملاح الزائده على الاتزان الاسموزي داخل اجسام بعض اسماك الاعماق. انت عندك اسماك الاعماق اخراج الاملاح الزائده ديت زي ايه؟ زي مثلا سمكه القرش، قلنا القرش ديت بتعتمد كمصدر للميه على الميه اللي موجوده في البيئه بتاعتها اللي هي موجوده في البحر او المحيط، يعني بتعتمد على المياه عاليه الملوحه. فلما بتدخل الميه عاليه الملوحه ديت يبقى كده الملح زاد قوي، فتقوم باخراج الملح الزائد عن حاجه الجسم من خلال الكليتين عشان طبعا تحافظ على الاتزان الاسموزي. هو ايه الاتزان الاسموزي ده يا مستر؟ الاتزان الاسموزي ده ان انت عندك كميه من الميه وكميه مثلا من الملح دايبه في الميه ديت، فلازم الميه يكون ليها نسبه طبيعيه والملح يكون ليه نسبه طبيعيه. الميه لو زادت يبقى كده الملح هيقل، يبقى كده الاتزان الاسموزي باظ، ما بقاش فيه اتزان. الميه لو قلت يبقى كده الملح هيزيد، يبقى كده مفيش اتزان. فما ينفعش الملح يزيد، ما ينفعش الملح يقل، يعني سبحان الله كل حاجه ليها نسبه طبيعيه ما ينفعش تزيد عنها او تقل، لو زادت هتعمل مشكله ولو قلت هتعمل مشكله.
فعشان كده الملح لما بيزيد في الجسم هيأثر على الاتزان الاسموزي، فاحنا عشان كده بنخرج الملح الزائد عشان نحافظ على الاتزان الاسموزي، الدم يفضل في حالة طبيعية اللي هي النسب الطبيعية للمية والملح، فبالتالي يكون في اتزان في الاسموزية. فاخراج الملح الزائد ده بيعمل ايه؟ هيزود دخول الميه للجسم؟ طبعا لا، ده احنا قلنا ان احنا عايزين نثبت النسب نخليها طبيعيه. لا توجد علاقه بينهم، طبعا في علاقه بينهم، لان الملح ما يزيد يبقى كده الاتزان الاسموزي هيختل، لان الملح ما يزيد يبقى كده الاسموزيه هتزيد. يفقد الجسم كميه كبيره من الميه؟ برضو لا. يبقى الاجابه الصح هتكون د، يساعد في الحفاظ على كميه الميه. يبقى انت لما تخرج الملح الزائد يبقى انت كده حافظت على الحفاظ على كميه الميه. ليه؟ لان الملح لما يزيد يبقى كده كميه الميه هتقل، والملح مثلا لو قل يبقى كده كميه الميه هتزيد. طب وانت عارف ان الميه في جسمك مثلا لو قلت او زادت ديت مشكله. الميه لو زادت ضغط الدم بيزيد، لما تسمع واحد يقول لك انا عندي الضغط، الميه بتكون زادت. لو واحد الميه قلت الضغط هيقل، فالحالتين مشكله، الحالتين غلط، فلازم الميه تكون نسبه طبيعيه. فاحنا بنخرج الملح الزايد عشان الملح ما يزيدش والميه تقل وبالتالي الضغط يقل، فبالتالي هنا احنا بنخرج الملح الزايد ونسيب النسبه الطبيعيه بس، فبالتالي تحافظ على كميه الميه الطبيعيه وبالتالي تعمل حاله الاتزان الاسموزي. يبقى طالما اتزان يبقى اكيد النسب طبيعيه، يبقى هو اكيد الهدف منه ان هو يحافظ على كميه الميه الطبيعيه، لا عايز يفقد ولا عايز يزود، طبعا في علاقه بينهم، فهو عايز يحافظ على كميه الميه الطبيعيه اللي هو الاختيار ده. 25 النسبة بين الضغط الأسموزي للمياه العذبة للضغط الأسموزي للمحاليل بأجسام الكائنات الحية التي تعيش بها. طبعا احنا قلنا الضغط الأسموزي في المياه العذبة، قلنا المياه العذبة ديت نسبة الأملاح فيها بتكون قليلة، فطالما الأملاح فيها قليلة يبقى التركيز قليل، يبقى الضغط الأسموزي قليل. ما احنا قلنا التركيز والضغط الاسموزي علاقه طرديه، التركيز لما يكون قليل، الاملاح لما تكون قليله، يبقى الضغط الاسموزي قليل. لكن الضغط الاسموزي في اجسام الكائنات الحيه اللي بتكون عايشه فيها طبعا بيكون فيه املاح، فبالتالي ديت هنا الضغط الاسموزي هيكون اعلى لان التركيز بيكون اعلى. وعشان كده قلنا ان في كائنات بتتكيف مع الضغط الاسموزي المنخفض انها بتفقد الميه، لان ديت هي بيكون جسمها اعلى بتفقد الميه عشان جسمها بيكون اعلى تركيز، يعني ديت كده اعلى تركيز فبالتالي بتكون اقل ميه. لكن الميه العذبه ديت اقل ضغط، يعني ديت كده اعلى ميه، فبالتالي الميه تمشي من البيئه الى الكائنات الحيه فيدخل لها ميه كتير عشان ما تنفجرش. قلنا بيكون عندها فجوه منقبضه تخلصها من الميه اللي بتدخل بكميه كبيره، او بيكون عندها الكليه، فبالتالي الضغط الاسموزي في الميه العذبه طبعا اقل من الكائنات الحيه، وعشان كده الميه بتدخل من الميه العذبه للكائنات اللي فيها، فبالتالي هنا ده طالما اقل يبقى تكون اصغر من الواحد الصحيح. قلت لك اول واحده لو اقل يبقى اصغر، اكبر يبقى اكبر من الواحد، لو متساويين هتساوي الواحد. رقم 26 بيقول لك اي الكائنات الحيه التاليه لها القدره على التكيف مع الضغط الاسموزي المنخفض للميه العذبه. قلنا مين اللي موجود في الميه العذبه؟ قلنا اللي موجود في الميه العذبه الكائنات وحيده الخليه زي الاميبا والبراميسيوم واليوجلينا، ده كده اللي هي الكائنات وحيده الخليه، وده بتتخلص من الميه العذبه الزياده عن طريق الفجوه المنقبضه. وقلنا الكائنات عديده الخليه زي البلطي، ده بتتخلص طبعا عن طريق الكليتين. يبقى ده كده اللي هي سمكه الجليد طبعا غلط. ده كده البلطي صح. ثعبان الماء الكهربائي برضو غلط. القرش غلط، ده القرش بيتكيف مع الضغط الاسموزي المرتفع للميه المالحه لانه بيكون موجود في البحار والمحيطات. 27 ما المادة الكيميائية التي يحتفظ بها القرش في دماغه للمساعدة في تنظيم ضغطه الأسموزي؟ قلنا إن هو بيكون عنده آلية خاصة للتحكم في مستوى اليوريا، حيث يحتفظ بكمية كبيرة من اليوريا تعمل على زيادة ضغط الأسموزي وبالتالي تقلل من فقد المية، فهو مش بيحتفظ بالكربون ولا الأكسجين ولا الماء، قلنا بيحتفظ بيه اليوريا. رقم 28 تختلف الكلى أو الكلية يعني في أسماك المياه العذبة عن الكلى في أسماك المياه المالحة فيه. الكليه اللي في الميه العذبه اللي هي موجوده في السمك في الميه العذبه، والكليه اللي موجوده في السمك في الميه المالحه، بيختلفوا عن بعض في ايه؟ هل بيختلفوا في موقعهم بالجسم؟ طبعا لا، الاتنين بيكونوا موجودين في تجويف البطن على جانبي العمود الفقري. نوع السائل الذي تنتجه؟ لا، ديت كليه وديت كليه فهتنتج البول، فبالتالي السائل واحد. آلية عملها برضو لا، آلية العمل واحدة، انها هتستخلص مكونات البول من الدم، تبدأ تجيب مكونات البول اللي هي يعني المواد اللي الجسم مش محتاجها وتبدأ تخرجها بره الجسم، فبالتالي برضو آلية العمل واحدة، ما هما الاتنين نفس الكلية والاتنين نفس الوظيفة، فبالتالي الاختلاف تركيز البول الذي تنتجه. قلنا طبعا المية العذبة ديت بيدخل لها مية كتير من البيئة المحيطة، لأن طبعا البيئة المحيطة ديت أقل ملح لكن أجسامها بتكون أعلى ملح، فالمية العذبة ديت أعلى مية، فبالتالي المية بتدخل من المية العذبة اللي هي مية النهر إلى
السمك اللي موجود في الميه العذبه، فعشان كده بيكون عنده فجوه منقبضه لو كانت كائن وحيد خليه، او لو كان مثلا زي البلطي قلنا ان هو بيتخلص من الميه الزايده عن طريق الكليتين في صوره بول مخفف. يبقى هنا هيكون البول مخفف يعني اقل تركيز او اقل املاح. لكن الميه المالحه قلنا الميه المالحه ديت بتشرب ميه كتير، بتعتمد على المصدر بتاع الميه من الميه عاليه الملوحه زي القرش كده، فبالتالي بتكون باخراج كميه كبيره من الملح في البول عن طريق الكليتين او عن طريق خلايا متخصصه في الخياشيم. فلما تيجي تخرج البول هيكون في كميه كبيره من الملح، فبالتالي هيكون مركز. يبقى الميه العذبه تركيز البول بيكون قليل مخفف، لكن الميه المالحه بتكون مركزه او بتكون عاليه التركيز، يعني بتكون غير مخففه. رقم 29 بيقول لك الشكل المقابل يوضح نوعين من الاسماك A و B. فاذا كان الضغط الاسموزي للماء العذب X، ادي ديت الميه العذبه اهي، وادي ديت الميه المالحه. السمكه A ديت موجوده في الميه العذبه، و B ديت موجوده في الميه المالحه، طبعا ده كده اللي هو القرش، وديت كده اللي هي سمكه البلطي. هنا بيقول لك ان تركيز الميه العذبه 1 وتركيز السمكه بتاعت البلطي 300. هنا بيقول لك ان تركيز الميه المالحه 1000. يبقى تفتكر التركيز هنا اللي في سمكة البلطي كام؟ ماذا تتوقع ان تكون قيمة الضغط الاسموزي للسمكة بي اللي هي سمكة القرش؟ انت عندك هنا سمكة البلطي 300، وديت هنا التركيز لسمكة موجودة في مية عذبة. يعني هي موجودة في بيئة ما فيهاش ملح، يعني هي لما بتيجي تشرب مية من المية العذبة ما بيدخلهاش ملح. لكن القرش قلنا القرش بيعتمد على المية او مصدر المية عالية الملوحة اللي هي موجودة في المية اللي حواليه، اللي هي مية البحار او مية المحيطات. فعشان كده الملح بيزيد، وعشان كده قلنا ان هو بيتخلص من الاملاح الزياده عن طريق الكليتين او عن طريق خلايا متخصصه في الخياشيم. فبالتالي هو كل الميه اللي بيشربها كل ما بيجي يشرب بيدخل معاه كميه كبيره من الملح، فبالتالي هنا الملح عنده بكميه كبيره. وكمان قلنا القرش ده بيحتفظ بكميه كبيره من اليوريا في دمه عشان يكون ضغطه الاسموزي قريب من ضغط الميه اللي حواليه فيقلل من فقد الميه. يعني اكيد ضغط الاسموزي للقرش اكيد اعلى من البلطي، فالبلطي 300 يبقى اكيد ديت اكبر من ال 300، فهي اكيد طبعا نسبتها اقل من نسبة المياه المالحة. يعني انت عندك ده بحر فيه ملح، فاكيد كمية الملح اللي في المياه المالحة او في البحر اكيد اقل من السمكة. فهي ديت بس بتحتفظ باليوريا عشان تقرب شوية وتقلل فقد المية. يعني هي كده كده هتفقد المية، يعني كده كده التركيز بتاعها اقل. يعني هي طالما هتفقد المية يبقى اكيد ديت كده الاقل تركيز وده الاعلى تركيز، لان احنا قلنا المية بتمشي من الاعلى مية اللي هو الاقل تركيز الى الاقل مية اللي هو الاعلى تركيز. يبقى ديت اكيد نسبتها اعلى اكبر من 300 اللي هي اكبر من البولت، لان البولت اكيد مش محتاج يحتفظ باليوريا، لكن ده يحتفظ باليوريا فاكيد تركيزه اعلى من البولت اللي هو في الميه العذبه. يبقى اكيد ديت اكبر من 300 واقل من الميه المالحه اللي هي اقل من ال1000. فهنا اعلى من ال1000 طبعا غلط، اكيد مش اعلى من الميه. اقل من اكس طبعا غلط، من اكس اللي هي الميه العذبه ل 300 اكس طبعا غلط، ده البولتي. فبالتالي الاختيار الصح ب هي بين 350 يعني اكبر من ال 300 اكبر من البولتي لحد ال1000، يعني هي بين ال 350 وال1000. السؤال الاول بقى بيقول لك تتميز السمكه بي اللي هي سمكه القرش عن السمكه ايه اللي هي سمكه البلطي بكل مما يلي ما عدا ايه. يعني كل دول بتكون متميزه عنها فيهم ما عدا ايه. السمكه بي اللي هي القرش ديت بتتميز عن البلطي ان الضغط الاسموزي اللي خلاياها بيكون مرتفع عن الوسط اللي موجوده فيه. طبعا غلط، ده احنا قلنا هنا الضغط الاسموزي بيكون منخفض، يعني القرش هنا بيكون من 300 لاقل من ال1000، لكن هنا الميه المالحه بتكون 1000، فبالتالي طبعا الميه المالحه اعلى. فالضغط الاسموزي لخلاياها بيكون مرتفع عن الوسط الموجود فيه، طبعا غلط، بيكون منخفض عن الوسط. يعني الوسط اللي هي الميه المالحه اكيد ديت اعلى اسموزيه واعلى ملوحه، وعشان كده قلنا ان هي بتتكيف مع ارتفاع الضغط الاسموزي للميه المالحه عن طريق ان هي بتحتفظ بكميه كبيره من اليوريا. يبقى طبعا ده كده لا تتميز فيها. لكن البلطي هو التركيز بتاعه فعلا اعلى من الميه العذبه، لان الميه العذبه ديت كده كده اساسا ما عندهاش ملح، ما عندهاش تركيز. لكن السمكه ديت اكيد عندها تركيز وعندها املاح، ففعلا هنا ديت 300 اكس لكن ديت 1 اكس. يبقى اللي بيميز ايه عن بي، اللي بيميز البلطي عن القرش ان التركيز بتاع او الضغط الاسموزي للخلايا بتاع سمكه ايه اللي هي البلطي اعلى فعلا من الوسط اللي موجوده فيه اللي هو الماء العذب. يبقى ديت هنا بي بتتميز عن ايه في الف، طبعا غلط، ده العكس. ايه هي اللي بتتميز عن بي مش بي اللي بتتميز عن ايه فيها. يعني تتميز السمكه بي القرش ان الضغط الاسموزي للخلايا مرتفع، طبعا غلط، قلنا منخفض. الضغط الاسموزي للخلايا منخفض عن الوسط الموجوده فيه، طبعا صح لان هي اكيد اقل من الالف. معدل اخراج البول بيكون اقل، طبعا صح لان انت عارف ان البول ده بيتكون من الميه الزايده، واحنا قلنا ان الميه بتمشي منين لفين، قلنا الميه بتمشي من الاعلى ميه الى الاقل ميه، والاعلى ميه ده اللي هو اقل تركيز.
الى الاعلى الى الاقل ميه، ده اللي هو الاعلى تركيز. يبقى الميه بتمشي من اللي فين؟ من الاقل تركيز للاعلى تركيز. يبقى كده الميه اساسا بتمشي من القرش للميه المالحه. يعني القرش اساسا بيفقد الميه، يعني كميه الميه عنده قليله، فعشان كده ما بيخرجش البول كتير. لكن البلطي قلنا هتمشي من الاقل تركيز للاعلى تركيز، يعني من 1 ل 300، فعشان كده الميه بتدخل جوه البلطي بكميه كبيره، وعشان كده قلنا ان هو بيخرج الميه من خلال الكليتين في صوره بول مخفف. تركيز الاملاح في البول اعلى، طبعا صح، لان احنا قلنا القرش ده بيعتمد كمصدر للميه على الميه عاليه الملوحه، اللي يعني الميه اللي حواليه، فلما بيجي يشرب بيدخل كميه كبيره من الملح، فالملح ده يبدا يخرجه من الكليتين عن طريق البول، فعشان كده البول هنا بيخرج بيكون مركز، يعني الملح فيه عالي. لكن لسه قايل لك البلطي الملح اللي فيه بيكون مخفف. رقم 30 بيقول لك اي مما يعتبر وسيله تخلص الكائنات الحيه من الماء الزائد. قلنا الماء الزائد ده بيخرج من خلال حاجتين. لو كانت كائنات وحيده الخليه زي الاميبا والبراميسيوم والجلينا، ده بيكون عن طريق الفجوات المنقبضه. لو كانت كائنات عديده الخلايا زي الاسماك، ده بيكون عن طريق الكليه. يبقى هنا الكليه فقط، طبعا فقط غلط عشان في الفجوه المنقبضه. التنفس الخلوي، لا، ما قلناش ان التنفس الخلوي ده بيتخلص من الميه. الجلد والخياشيم، ده احنا قلنا الميه بتدخل عن طريق الجلد والخياشيم، هنا احنا عايزين نتخلص منها، فاحنا بنتخلص من الميه الزايده عن طريق الفجوات المنقبضه والكليه، اللي هو الاختيار ج. رقم 31 بيقول لك زياده تركيز اليوريا داخل جسم السمكه المقابله يعمل على، طبعا ديت سمكه القرش. قلنا بتحتفظ بكميه كبيره من اليوريا عشان تزود ضغط الاسموزي للخلايا، وبالتالي الضغط الاسموزي يكون قريب من البيئه اللي حواليها، من الضغط اللي حواليها، فبالتالي يقلل من فقد الميه. يبقى هي بتزود الضغط الاسموزي وتزود فقد الميه؟ لا، ده هي اساسا بتزود الضغط الاسموزي عشان تقلل من فقد الميه. بتزود الضغط الاسموزي وقله فقد الميه، ده الصح. بتنقص الضغط الاسموزي؟ لا، ده احنا قلنا انها بتزود اليوريا، بتزود تركيز اليوريا، فبالتالي هتزود الضغط الاسموزي وبالتالي تقلل فقد الميه. 32 ما التكيف الذي يساعد اسماك الماء العذب زي البلطي على حفظ الاتزان الاسموزي في اجسامها. طبعا قلنا اللي بتعيش في الماء العذبه ديت ملوحه الماء بتكون قليله، فالماء بتدخل لها بكميه كبيره، لان الماء بتمشي من الاقل تركيز اللي هي الماء العذبه للاعلى تركيز اللي هي السمكه. يبقى الماء تدخل جوه السمكه بكميه كبيره، فبالتالي قلنا انها بتتاقلم معاها لو كانت كائنات وحيده الخليه عن طريق انها بتخرج الماء الزايد عن طريق الفجوه المنقبضه، او لو كانت عديده الخلايا زي البلطي بتخرج الميه في صوره بول مخفف من خلال الكليتين. يبقى هي هتزود عدد الخياشيم؟ طبعا لا، ده احنا قلنا الميه بتدخل من خلال اساسا الخياشيم، احنا عايزين نخرج الميه، يبقى المفروض اساسا عدد الخياشيم يقل مش يزيد. القدره على ابتلاع كميه كبيره من الميه، لا، ده هي كده كده اساسا بتدخلها كميه كبيره من الميه، هي عايزه تتخلص منها. وجود قشور ومخاط يغطي اجسامها، طبعا قلنا ديت اللي هي بتقلل مقاومه الميه، مش اللي هي بتاعت اسماك الماء العذب. فاسماك الماء العذب بتتكيف مع او بتحفظ الاتزان الاسموزي عن طريق القدره على اخراج كميه كبيره من البول المخفف عن طريق الكليتين. 33 يتميز الكائن الموضح بالشكل بأنه، طبعا الكائن ده اللي هو بيعبر عن اليوجلينا، اللي هو كائن وحيد الخلية اللي بيعيش في المية العذبة. لسه قايل لك ان هو بيتأقلم مع المية الزيادة اللي في جسمه عن طريق الفجوة المنقبضة، اللي هي ده كده الفجوة ديت لما بتتملي بالمية بتبدأ انها تطرد المية من خلال الغشاء. فطبعا قلنا الاميبا والبراميسيوم واليوجلينا ديت عبارة عن كائنات وحيدة الخلية بتعيش في مية عذبة مش مية مالحة، يبقى ده كده غلط. الضغط الاسموزي داخل فجوته المنقبضة مرتفع عن الوسط ولا منخفض عن الوسط المحيط بيه؟ طبعا قلنا الوسط المحيط بيه اللي هي الميه العذبه، فالميه العذبه ديت ما فيهاش ملح، فبالتالي اكيد ديت كده اقل املاح او اقل تركيز، وديت كده الكائن ده طبعا اكيد بيكون اعلى تركيز، لان هو اكيد عنده نسبه من الاملاح، يعني اكيد الميه اللي فيه مش عذبه، يعني انت عندك هنا الميه ديت عذبه فاقل تركيز. لكن طبعا الكائن الحي بيكون عنده املاح وبيكون عنده ذبات، فبالتالي بيكون اعلى تركيز، وعشان كده قلنا الميه بتدخل من الميه العذبه الى اليوجلينا او الى الكائن الحي، يعني من الاقل تركيز الى الاعلى تركيز. فالضغط الاسموزي داخل الخلايا بتاعته او داخل الفجوه المنقبضه طبعا هيكون مرتفع، لان الميه العذبه ديت اساسا التركيز فيها شبه منعدم او مش موجود، فطبعا بيكون مرتفع مش منخفض. يحتوي على فجوه منقبضه للتخلص من الاملاح فقط، طبعا هي اساسا بتتخلص من الميه، فالاختيار الصح ب. يبقى انت عندك الضغط الاسموزي مرتفع عن الوسط الموجوده فيه. رقم 34 اي من مالي سوف ينفجر عند وضعه الفتره في ماء مقطر. لما تحطه في ميه يبقى طبعا كده انت عارف ان الميه بتمشي من الاعلى ميه اللي هو اقل املاح الى الاقل ميه اللي هو الاعلى املاح. لما تيجي تحط الاميبا في الميه المقطره، طبعا ماء مقطر يعني ده اقل املاح، يبقى اكيد الميه تمشي من الماء المقطر للاميبا، ومن الماء المقطر لليوجلينا وللبراميسيوم وخليه الدم الحمراء، لان دول كلهم فيهم نسبه من الاملاح.
لكن الماء المقطر ده بيكون ماء نقي خالي من الاملاح وخالي من الذئبات، فبالتالي هنا ده اكيد اقل املاح، يبقى الميه تمشي من الماء المقطر للاميبا واليوجلينا والبراميسيوم وخليه الدم الحمراء. هنا بيقول لك اي من مالي سوف ينفجر. يعني ايه ينفجر؟ يعني الميه تقعد تدخل تقعد تدخل فالخلايا تكبر 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 لحد ما تنفجر. عندك الاميبا الميه لما تدخل فيها قبل ما تنفجر طبعا هتتخلص من الميه الزايده عن طريق الفجوه المنقبضه، مش هتنفجر. اليوجلينا قلنا الاميبا واليوجلينا والبراميسيوم نفس الكلام، هيتخلصوا من الميه عن طريق الفجوه المنقبضه، يبقى مش هتنفجر، فبالتالي هي اللي هتنفجر خلايا الدم الحمراء. خلية الدم الحمراء ديت خلايا موجودة في أجسام الكائنات الحية زي الحيوان وزي الإنسان. خلايا الدم الحمراء ديت ما عندهاش جدار خلوي زي الخلايا النباتية حماية من الانفجار، وكان ما عندهاش فجوة منقبضة زي الأميبا واليوجلينا والبراميسيوم، فلما تدخل فيها تقعد حجمها يكبر 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 لحد ما تنفجر. فطبعا انت هتستبعد الأميبا والبراميسيوم واليوجلينا لأن انت عارف ان هما بيتخلصوا من المية الزايد عن طريق الفجوة المنقبضة، يبقى أول ما حجمها يزيد تفقد المية حجمها يكش تاني يبقى مش هتنفجر. 35 أي مما لي يمثل وجها للشبه بين البراميسيوم والبلطي النيلي. سمك البلطي اللي بيعيش في النيل. وجود فجوة منقبضة، لا الفجوة المنقبضة موجودة في البراميسيوم بس. درجة الرقي طبعا البراميسيوم ده وحيد الخلية، البلطي ده عديد الخلايا، فأكيد البلطي أرقى. وسيلة التخلص من الماء الزايد طبعا ديت مش متشابهة لأن ديت عن طريق الفجوة المنقبضة، البلطي عن طريق الكلية، فبالتالي التشابه هو القدرة على التخلص من الماء الزائد. ده بتتخلص من المية الزايدة ودي بتتخلص من المية الزايدة، لكن طبعا بقى وسيلة التخلص من المية مختلفة، دي بتتخلص منها عن طريق فجوة منقبضة وديت عن طريق الكلية. 36 أي الأشكال البيانات تلا يوضح العلاقة بين تركيز الأملاح في ماء البحر التي يعيش بها أسماك القرش وتركيز اليوريا داخل دمه لتتكيف مع بيئتها. احنا قلنا بتتكيف مع بيئتها ازاي؟ ان تركيز الأملاح فيها ملوحة المية عالية، فكل ما ملوحة المية بتزيد قلنا هي بتقعد تحتفظ باليوريا داخل أجسامها عشان تزود تركيز اليوريا، فبالتالي تزود الضغط الأسموزي فيكون قريب من التركيز اللي موجود في البحر. يبقى كل ما التركيز اللي في البحر بيزيد هي هتزود تركيز اليوريا وتحتفظ باليوريا بكمية عالية عشان التركيز برضه هو كمان يزيد ويكون قريب من اللي موجود في البحر فتقلل فقد المية. يبقى طبعا العلاقة طردية، هنا بتقل عكسها غلط، هنا ثابتة يبقى غلط، هنا بتقل يبقى غلط، فالعلاقة طردية اللي هو الاختيار ب. 37 ما المقصود بالتكيف السلوكي للكائن الحي؟ تكيف سلوكي ده تغير تركيب الجسم، لا ده التركيبي. تغير في نشاط الكائن الحي لتحسين فرص البقاء، طبعا صح هو بيغير النشاط. تعديل طريقة أداء بعض الأعضاء لوظيفتها، طبعا ده الوظيفي أو الفسيولوجي. تعديل الكائن لضغط دمه، طبعا ديت برضو وظيفة يبقى ده الفسيولوجي، فبالتالي هنا الاختيار الصح ب. 38 بيقول لك التكيف في أسماك السلمون أثناء دورة حياتها يعتبر تكيف. قلنا أسماك السلمون ديت بتعمل تكيف سلوكي اللي هو الانتقال بين المية العذبة والمالحة، وقلنا عشان تقدر تتنقل من المية العذبة للمية المالحة قلنا بتعمل نوع من التكيف البيولوجي يسمى التكيف الأسموزي. يعني التكيف الاسموزي ده انها بتغير التركيز بتاع الدم او بتزود الملح اللي موجود عندها. يعني زي القرش كده، مش قلنا القرش بيحتفظ بكميه من اليوريا عشان يكون ضغطه الاسموزي زي الضغط الاسموزي اللي في الميه المالحه ويقلل فقد الميه، فبرضه نفس الكلام هي رايحه من الميه العذبه للميه المالحه، فعشان ما تفقدش ميه كتير لازم تحتفظ هي كمان بكميه من اليوريا فتزود تركيزها ويكون برضه قريب من الميه المالحه فتقلل فقد الميه. يبقى ده كده هي غيرت الوظيفة، يبقى ده كده عبارة عن تغير أو تكيف فسيولوجي. هي ما غيرتش تركيب حاجة، غيرت وظيفة الجهاز الدوري والجهاز التنفسي، غيرت في وظائف الرئة والدم. يبقى هي كده عملت سلوكي فقط غلط، تركيبي أصلا غلط، تركيبي أصلا غلط، هي عملت تكيف فسيولوجي وتكيف سلوكي. السلوكي إن هي بتتنقل من المية العذبة للمالحة، بس عشان تتنقل من المية العذبة للمالحة بتعمل التكيف الأسموزي اللي هو عبارة عن تكيف فسيولوجي. 39 تخضع أسماك السلمون لعملية التكيف الأسموزي أو اللي احنا سالين اللي هو عبارة عن التكيف الفسيولوجي حتى تتمكن من التكيف معه. لسه قايلك عشان تتمكن من الانتقال من المية العذبة للمية المالحة، والمية المالحة ديت يعني بتكون أعلى أملاح اللي هي الملوحة فيها بتكون عالية مش منخفضة. ده قلنا إن هي بتعمل التكيف الأسموزي حتى يؤهلها للانتقال إلى المية المالحة. طب المية المالحة ديت الأكسجين فيها تفتكر يكون قليل ولا هيكون عالي؟ زي ما قلت لك اهو ان انت عندك الاملاح لما بتزيد قلنا ان هي بتقلل ذوبان الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. فلو عندك ده كده هي ميه قلت لك دوب فيها الاكسجين، هتدوب الاكسجين هنا بكميه كبيره، هتدوبه في كل الخلايا ديت في كل المساحه اللي قدامك ديت. لكن لو قلت لك ان الميه ديت اهو فيها املاح بكميه كبيره الملوحه عاليه
قلت لك بقى فيها دوب لي اكسجين، هتيجي تدوب الاكسجين هنا هتلاقي المساحه طبعا اللي هو هيتحط فيها تكون اقل، فبالتالي مستويات الاكسجين اكيد في الميه العذبه بتكون اعلى، في المالحه بتكون اقل. يبقى هو بيعمل التكيف الاسموزي عشان يتكيف مع حاجتين في الميه المالحه. الميه المالحه ديت بتكون الملوحه اعلى من العذبه، وكمان الاكسجين بيكون اقل. يبقى مستويات الاكسجين العاليه طبعا غلط، هو هيتكيف مع الملوحه العاليه والاكسجين المنخفض. رقم 40 كل مما لا يعد سبب لقيام الكائنات الحيه بالتكيف السلوكي ما عدا. قلنا تعريف التكيف السلوكي ده عباره عن تغيرات في سلوك الكائن الحي في اوقات محدده من اليوم او السنه عشان تتكيف مع الظروف البيئيه او تستغل الموارد المتاحه بشكل افضل. فالتكيف السلوكي ده عبارة عن تغيرات في سلوك الكائن الحي عشان يتكيف مع إما الظروف القاسية أو مع إن هو يستغل الموارد المتاحة بشكل أفضل. طبعا ده من التعريف، هو بيعمل عشان يتجنب الظروف القاسية اللي موجودة في بيئته طبعا صح، أو عشان يستغل الموارد المتاحة بشكل أفضل طبعا صح. إتمام عملية التكاثر طبعا صح، زي المثال اللي أنت خدته اللي هو السلمون. قلنا أساسا السلمون بيهاجر من المية المالحة للمية العذبة عشان يتكاثر في العذبة، فهو بيهاجر عشان يعمل التكاثر والحفاظ على النوع. فبالتالي ده كل ده سبب ما عدا التمكن من التنفس، لان التمكن من التنفس يبقى هو كده هيكون عايز يزود الوظيفة بتاعة الرئة، فبالتالي الرئة ده كده هو عايز يزود التنفس بتاعها، يعني عايز يزود الوظيفة اللي بتعملها. فطبعا التمكن من التنفس ده هيكون عبارة عن تكيف فسيولوجي او التكيف الوظيفي وليس تكيف سلوكي. 41 بيقول لك اي البيئات المائيه التاليه هي الانسب لتكاثر سمك السلمون. طبعا احنا قلنا الانسب للتكاثر اللي هي بتحط فيها البيض عشان البيض يفقس وبتسيب الصغار فيها تقضي المراحل الاولى من حياتها. قلنا طبعا ده بيكون في الميه العذبه، فالبحار ديت ميه مالحه، البحيرات المالحه ديت ميه مالحه، المحيطات ديت ميه مالحه، فبالتالي هنا الاختيار الصح د. الانهار هي الميه العذبه. طبعا حتى انت لو مش عارفها الباقي كله ميه مالحه ديت المختلفه، فاكيد ديت الصح. وقلنا البيض بيتحط في الانهار، وقلنا لما بتبلغ وبتنضج جنسيا قلنا بترجع من الميه المالحه للميه العذبه عشان تتكاثر وتضع البيض. 42 ما التكيف السلوكي لرئيس الاسماك السلمون خلال دوره حياتها. طبعا التكيف السلوكي لاسماك السلمون هو الهجره بين الميه العذبه والميه المالحه، مش تغيير لون الجلد ولا العيش في المحيط فقط ولا العيش في الانهار فقط. قلنا التكيف السلوكي اللي بتعمله الهجره من النهر للبحر ثم العوده الى النهر مره اخرى، اللي هي الهجره من النهر للميه المالحه ثم العوده من الميه المالحه للميه العذبه. 43 أي مما لا يعد مثال على التكيف السلوكي الهجرة اليومية لبعض أنواع الأسماك. طبعا الهجرة ده عبارة عن تكيف سلوكي زي هجرة السلمون. افراز السموم في بعض انواع التعابين، طبعا ديت قلناها في الاول خالص في اول صفحه، قلت لك ان ديت عباره عن تكيف فسيولوجي او تكيف وظيفي، لان في غدد او اعضاء هي اللي بتفرز السموم، فبالتالي السموم ديت افراز السموم ديت عباره عن وظيفه عضو، فانت ما تخليها تفرز السم خليتها تعمل الوظيفه بتاعتها، خليتها تقلل افراز السم يبقى انت خليتها تقلل الوظيفه بتاعتها، فبالتالي ده تكيف فسيولوجي او تكيف وظيفي. الاشواك السامه في سمكه الاسد، الاشواك ديت حاجة متركبة في الجسم، يعني نوع الجسم بيتكون من الأشواك، فبالتالي ده كده عبارة عن تكيف تركيبي. دقة الشعيرات الدموية، الشعيرات الدموية ديت حاجة موجودة في الجسم، فده كده عبارة عن حاجة تركيبية. فالسلوكي هي الهجرة. رقم 44 بيقولك ما العملية التي تساعد على انتقال السلمون من الحياة في الماء العذب إلى الحياة في الماء المالح. طبعا التكاثر ده بيرجعها من الماء المالحة للماء العذبة، مش من العذب للمالح. النضج الجنسي قلنا اول لما بتنضج جنسي بترجع من الميه المالحه للميه العذبه عشان تتكاثر وتضع البيض. الضغط الاسموزي، لا ما قلناش الضغط الاسموزي، احنا قلنا العمليه اللي هي بتعملها عمليه بيولوجيه تسمى بالتكيف الاسموزي، وقلنا التكيف الاسموزي ده يؤهلها للانتقال من الميه العذبه للميه المالحه. التكيف الاسموزي ده عامل زي القرش كده، ان هو بيحتفظ بكميه كبيره من اليوريا عشان ضغطه الاسموزي يكون قريب من الضغط الاسموزي للميه المالحه، فبالتالي يقلل من فقد الميه. 45 أي الأشكال التخطيطية التالية يمثل دورة حياة سمك السلمون. هنا أنت عندك البيض وادي صغار السمك، دول بيكونوا موجودين في المية العذبة طبعا صح. المية المالحة بيكون فيها الأسماك الكبيرة برضو صح، بس هو البيض أول لما بيفقس بيتحول لسمك كبير على طول، والسمك كبير بيتحول لصغار السمك، صغار السمك هي اللي بتبيض طبعا غلط، يبقى أنت عندك البيض بيتحول لصغار السمك، صغار السمك هي اللي تتحول للسمك الكبير، لكن السمك الكبير ازاي يتحول لصغار السمك؟ يبقى طبعا ده كده غلط. هنا ده بقى الصح اهو، البيض يتحول لصغار السمك، وصغار السمك تقضي دورة حياتها الأولى في المياه العذبة، وبعد بلوغ حجم معين تهاجر صغار السمك ديت بعد التكيف الأسموزي تتحول للسمك الكبير في المياه المالحة، والسمك الكبير ده لما يوصل للنضج الجنسي يرجع تاني في المياه العذبة عشان يضع البيض، فالاختيار الصح به.
الاسماك الكبيره موجوده في الميه العذبه؟ طبعا غلط، قلنا بتكون موجوده في الميه المالحه. البيض هو اللي بيكون موجود في الميه العذبه. هنا البيض في الميه المالحه طبعا غلط، يبقى الاختيار الصح ب. رقم 46 بيقول لك اي مما يلي يعتبر صحيح بالنسبه لاسماك السلمون؟ تعتمد التكيفات الفسيولوجيه على السلوكيه، ولا تعتمد التكيفات السلوكيه على الفسيولوجيه، ولا مفيش علاقه بينهم، ولا تعتمد كل من الفسيولوجيه والسلوكيه على الاخرى؟ طبعا انت خدت مثلا اسماك المحيطات زي سمكه مثلا ثعبان الماء الكهربائي، قلنا ان ده بتعمل تكيفات فسيولوجيه، زي مثلا انها بتقدر ان هي تبطئ معدل الايض، عندها خياشيم كبيره، بتقدر تعدل ضغط الدم. هل لما جت تعمل الحاجات ديت قلنا ان هي لازم عشان تعدل مثلا ضغط الدم او تبطئ معدل الايض قلنا ان هي لازم تتنقل من الميه المالحه للعذبه؟ طبعا لا، ما قلناش كده. يبقى التكيف الفسيولوجي او الوظيفي عشان يحصل لازم اتنقل من مكان لمكان واعمل تكيف سلوكي؟ طبعا لا. يبقى اذا التكيف الفسيولوجي لا يعتمد على التكيف اللي هو السلوكي، لكن التكيف السلوكي اللي هي الهجرة من المياه العذبة للمياه المالحة لا، ده بيعتمد على التكيف الفسيولوجي. قلنا ان عندك مرحلة معينة او بعد عمر معين من الاسماك الصغار اللي هي لما بتوصل عند عملية بيولوجية تسمى التكيف الاسموزي. والتكيف الاسموزي ده ان انت بتغير في وظيفة الدم او بتغير في وظيفه الجهاز الدوري، زي القرش مثلا كان ان هو بيحتفظ بكميه كبيره من اليوريا. فبالتالي لما تحتفظ بالكميه الكبيره دي اللي هو التكيف الفسيولوجي، قلنا التكيف الاسموزي ده يؤهلها على الانتقال من الميه العذبه للميه المالحه. يعني عشان تقدر تعمل التكيف السلوكي وتقدر تتنقل من الميه العذبه للميه المالحه لازم تعمل تكيفات فسيولوجيه معقده في الجهاز التنفسي والجهاز الدوري يمكنها من الانتقال والتعايش والتكيف مع زياده الملوحه في الميه المالحه ومع نقص الاكسجين. يبقى كده مين اللي بيعتمد على مين؟ السلوكي هو اللي بيعتمد على الفسيولوجي. عشان تعمل سلوكي وتهاجر من العذبة للمالحة لازم تعمل تكيفات فسيولوجية الأول عشان تقدر تتكيف مع زيادة الملح ونقص الأكسجين. يبقى بتعتمد الفسيولوجية على السلوكية؟ طبعا غلط. تعتمد السلوكية على الفسيولوجية؟ طبعا صح. لا توجد علاقة؟ طبعا في علاقة، السلوكية بتعتمد على الفسيولوجية. الاتنين بيعتمدوا على بعض؟ طبعا غلط، الفسيولوجية ملهاش علاقة بالسلوكية، ولكن السلوكية هي اللي ليها علاقة بالفسيولوجية. السلوكية مش هتحصل إلا لو الفسيولوجية حصلت. 47 بيقول لك ما سبب عودة سمك السلمون الموضح بالشكل للمكان الذي فقس فيه البيض مرة أخرى؟ المكان اللي بيفقس فيه البيض ديت اللي هي المية العذبة. هنا بيقول لك عودته للمية العذبة تاني، طبعا قلنا بيرجع عشان التكاثر والحفاظ على النوع، مش الهروب من الأعداء ولا الحماية من تغيرات المناخ ولا التغذية. قلنا إن هو بيرجع عشان يتكاثر ويضع البيض مرة أخرى وبالتالي يعد الدورة مرة تانية وهكذا. 48 بيقول لك ما الخاصية الحيوية التي تساعد سمك السلمون على التكيف مع تغير بيئة المية من البحر إلى النهر؟ عشان ترجع من البحر للنهر إيه اللي بيحصل؟ القدرة على التحكم في درجة حرارة جسمه، هل درجة الحرارة مختلفة من البحر والنهر؟ طبعا لا. القدرة على تغيير النظام الغذائي، هل النظام الغذائي مختلف في البحر عن النهر؟ برضو لا. القدرة على زيادة حجم قلبه، يعني هل حجم القلب هيأثر أو هيختلف من البحر للنهر؟ طبعا لا. امال ايه اللي هيختلف؟ النهر ديت عبارة عن مياه عذبة، يعني الملوحة اللي فيها بتكون قليلة. البحر ده عبارة عن مية مالحة، يعني هنا الملوحة بتكون عالية. فبالتالي الاختلاف ايه؟ قلنا التكيف الاسموزي عشان يتكيف مع الملوحة العالية ونقص الاكسجين. فبالتالي عشان تقدر تتنقل من البحر للنهر لازم تقدر تعدل مستوى الاملاح في الجسم، لان هنا انت كنت موجود في بيئة اللي في البحر ده كنت موجود في بيئة الملوحة عالية، لكن هنا انت تكون موجود في بيئة الملوحة قليلة، يبقى لازم يكون عنده القدرة على تعديل مستوى الاملاح في الجسم. 49 ما نوع التكيف الاسموزي باسماك السلمون؟ لسه عاملين نقول التكيف الاسموزي ده ان انت بتغير في وظيفة الجهاز الدوري عشان يبدأ ان هو يغير اسموزية الدم، وبالتالي الاسموزية بتاعته او الضغط الاسموزي يكون قريب من الضغط الاسموزي للمية المالحة، فتقدر ان هو ينتقل من المية العذبة للمية المالحة. يبقى انت كده التكيف الاسموزي ده قلنا هو عبارة عن تكيف فسيولوجي، ده مش تكيف تركيبي، انت مغيرتش تركيب حاجة. ده مش تكيف تركيبي، ده مش تكيف سلوكي، السلوكي هو الهجرة. يبقى التكيف الفسيولوجي ده هو اللي بيؤدي لحدوث التكيف السلوكي. يبقى التكيف الاسموزي ده انت بتغير في وظيفة الدم، يبقى ده عبارة عن تكيف فسيولوجي او التكيف الوظيفي. رقم 50 بيقول لك يقصد بالتكيف التركيبي للكائن الحي التغير فيه النشاط، ده كده تكيف سلوكي. آلية عمل بعض الأعضاء، يبقى ده كده التكيف الوظيفي. البنية الجسمية للكائن الحي طبعا ده كده اللي هو التركيبي. النظام الغذائي للكائن الحي طبعا ده مش تركيبي، فالاختيار الصح ج. التركيب ان انت بتغير تراكيب الكائن الحي او بتغير البنية الجسمية للكائن الحي.
ما التكيف التركيبي الذي يسمح للسمكة المقابلة بالعيش في الظلام الدامس؟ الظلام يعني هي محتاجة تشوف، فطبعا قلنا التكيف التركيبي اللي عندها انها بيكون عندها الأعين كبيرة عشان تمكنها من الرؤية في الظلام. جلد عاكس للضوء؟ طبعا لا، طبعا ده كده اللي هي سمكة الجليد. فقلنا اللي بيخليها تتمكن من الرؤية في الظلام وجود أعين كبيرة اللي هو الاختيار ألف. مش جلد عاكس للضوء، مش أعضاء ضوئية، مش الزعانف الحادة، ده الزعانف ديت اللي هي الحركة. فهي بتشوف ازاي؟ عن طريق الأعين الكبيرة. 52 أي مما لا يعد تكيف تركيبي لبعض أسماك المحيطات لكي تتحمل الضغط المرتفع جدا. الشعيرات الدموية الدقيقة؟ طبعا هنا دي كده مش تكيف تركيبي، ده احنا قلنا ان انت عندك الشعيرات الدموية الدقيقة، ده بيكون في التكيف الفسيولوجي عند ثعبان الماء الكهربائي، يبقى ده كده تكيف فسيولوجي مش تكيف تركيبي. المخاط المغطي للجسم؟ المخاط ده قلنا ان هو عشان يقلل مقاومة المية. كبر الخياشيم قلنا ديت عشان تمتص الاكسجين، فبالتالي التكيف التركيبي عشان يتحمل الضغط المرتفع جدا، ديت اللي هي الاجسام المضغوطه زي سمكه الجليد، قلنا جسمها بيكون مضغوط، هي من اسمها مضغوطه عشان تتحمل الضغط. 53 كيف يساعد التكيف التركيبي اسماك الاعماق على التكيف مع الاكسجين القليل في اعماق البحار؟ جسم مضغوط قلت لك من اسمه مضغوط عشان يتحمل الضغط. الزعانف ديت وظيفتها الحركه. اعضاء اضاءة يعني ده كده عشان تشوف، يبقى ده كده عشان تشوف كويس، يبقى ده كده مع الظلام. فبالتالي التعامل او التكيف مع الاكسجين، يبقى طبعا قلنا 3 حاجات: وجود شعيرات دموية دقيقة جدا، الخياشيم تكون كبيرة، ابطاء معدل الايض. 54 التكيفات التركيبية التالية تساعد الاسماك على السباحة بفاعلية. السباحة ديت يعني حركة، قلنا المسؤول عن الحركة والسباحة ديت اللي هي الزعانف. يبقى الزعانف الكبيرة والشكل الانسيابي طبعا صح، الزعانف ديت هي المسؤولة عن الحركة، والشكل الانسيابي ده هيقلل مقاومة المية أثناء الحركة، فبالتالي تقدر إنها تسبح وتعوم بفاعلية. العيون الكبيرة ديت عشان الضوء وعشان الظلام، ملهاش علاقة بالسباحة. الجلد الشفاف برضو ملهاش علاقة بالسباحة. الفم الواسع برضو ملهاش علاقة بالسباحة. فالسباحة انت عايز تقلل مقاومة المية، يبقى الشكل الانسيابي والقشور والمخاط، والزعانف الكبيرة طبعا هي ديت أساسا هي المسؤولة عن الحركة والسباحة. 55 كيف يساعد وجود الخياشيم في الأسماك على التكيف مع البيئة المائية؟ قلنا الخياشيم ديت بتسمح باستخلاص الأكسجين الزائف في الماء طبعا صح، وعشان كده قلنا التكيف مع نقص الأكسجين ووجود خياشيم كبيرة للغاية. تنظيم درجة الحرارة؟ لا، ما قلناش إن ديت وظيفة الخياشيم، ده احنا قلنا الخياشيم ديت بتنظم الأكسجين. الرؤية أو اللي هي بتعمل التبادل الغازي؟ الرؤية طبعا ديت العيون الكبيرة. تعمل كأداة للبحث عن الغذاء؟ طبعا لا، فبالتالي الخياشيم ديت هي التنفس، تبادل الغازات اللي هي بتسمح باستخلاص الأكسجين وبتخرج ثاني أكسيد الكربون. 56 أي مما لا يعد تشابه بين الأميبا والأسماك؟ التنفس الخلوي؟ صح. ليه بقى؟ لأن التنفس الخلوي ده قلنا هو المسؤول عن إنتاج الطاقة، فأي كائن حي هو محتاج طاقة عشان يعيش، عشان يعمل العمليات الحيوية اللي جوه الجسم. لو التنفس الخلوي ده وقف، يبقى كده مش هيكون في طاقة في الجسم، فبالتالي الكائن الحي هيموت، مش هيعمل العمليات الحيوية بتاعته، يعني مش هيقدر يتنفس، مش هيقدر يفكر، مش هيقدر الدم يتحرك، فبالتالي كده الجسم كله هيقف، فبالتالي الكائن الحي هيموت. فأي كائن حي عنده التنفس الخلوي. عضو التبادل الغازي طبعا ده مختلف، قلنا الأسماك عضو التبادل الغازي اللي فيها اللي هي الخياشيم، لكن الأميبا ديت قلنا عضو التبادل الغازي فيها اللي بيدخل الأكسجين وبيخرج ثاني أكسيد الكربون بالانتشار، طبعا ده اللي هو الغشاء الخلوي. طرق تنظيم الاسموزي برضو مختلفة، قلنا ده بيكون عن طريق الكلية والتخلص من الملح الزايد مثلا، او التخلص من المية الزايدة، لكن دي بتتخلص من المية الزايدة عن طريق الفجوة المنقبضة، يبقى الاميبا عن طريق الفجوة المنقبضة، لكن السمك ده بيكون عن طريق الكلية. عدد الخلايا بالجسم مختلف، قلنا الاميبا ديت اللي هي بتتكون من الكائنات وحيدة الخلية، يعني جسمها بيتكون من خلية واحدة، لكن طبعا الاسماك بتكون عديدة الخلايا. فالاميبا وحيدة الخلية، خلية واحدة، لكن الاسماك عديدة الخلايا. 57 أي مما لا يساعد في تقليل مقاومة المية لحركة الأسماك في المية؟ قلنا تقليل مقاومة المية، يبقى ده كده فيه 3 حاجات، قلنا رقم 1 الجسم الانسيابي، رقم 2 القشور والمخاط. يبقى القشور فقط غلط، المخاط فقط يبقى غلط، المخاط والجسم الانسيابي فقط يبقى غلط، يبقى هما التلاتة. الاختيار الصح ده الجسم الانسيابي والمخاط والقشور، قلنا كلهم بيقللوا مقاومة المية. 58 قدرة سمكة البلطي للصعود لسطح المية سببه الأساسي امتلاكها ليه؟ قلنا الصعود لسطح المية ده اللي هو الطفو على المية، قلنا طبعا الطفو ده بيكون بسبب المثانة الهوائية أو كيس العوم، قلنا لما بتتملي بالهواء بيطفو أو بيصعد على سطح المية. الزعانف ديت وظيفتها الحركة مش الصعود على سطح المية. الخياشيم ديت وظيفتها التنفس والأكسجين مش الحركة والصعود على المية. مش الطفو.
الجسم المضغوط ده قلنا مضغوط عشان يتحمل الضغط العالي، فالطفو ده بيكون بسبب المثانة الهوائية أو كيس العوم. 59 أي مما يلي لا يميز أسماك أعماق المحيطات. طبعا أعماق المحيطات بيكون عندهم الضغط عالي جدا، فلازم يكون الجسم يكون منضغط، يكون في انضغاط في الجسم عشان يتحمل الضغط المرتفع. وجود شعيرات دموية دقيقة طبعا صح، زي ثعبان الماء الكهربائي عشان يمتص الأكسجين بكفاءة. وجود شرايين قوية طبعا صح عشان يتحمل الضغط المرتفع. يبقى اللي هو لا يميزه وجود فجوة منقبضة، لأن قلنا الفجوة المنقبضة ديت بتوجد في الأميبا والبراميسيوم واليوجلينا، لكن السمك بيكون عنده كلية ما عندوش الفجوة المنقبضة. رقم 60 في السمكة الموضحة طبعا ديت اللي هي سمكة البلطي. أي تراكيب يمكنها من استخلاص الأكسجين. قلنا استخلاص الأكسجين ديت اللي هي وظيفة الخياشيم. انت عندك هنا رقم 4 ده كده اللي هي المثانة الهوائية أو كيس العوم. رقم 3 ديت كده اللي هي الكلية. 2 ديت الخياشيم، و1 ده الفم. فبالتالي انت عايز استخلاص الاكسجين ده بيكون عن طريق التبادل الغازي اللي هو بيحصل في الخياشيم 2، فالاختيار الصح ب. طيب يبقى هنا مفيش 2 غلط، هنا مفيش 2 غلط. 2 و3. 3 ديت اللي هي الكلية ديت بتخرج المية وبتخرج الأملاح الزايدة، مش بتستخلص الأكسجين. 61 ما أنواع التكيفات التي تستخدمها أسماك أعماق البحار للتكيف مع ارتفاع ضغط المية. ارتفاع ضغط المية قلنا فيه نوعين من التكيفات. لو مثلا في ثعبان الماء الكهربائي قلنا ده بيكون تكيف فسيولوجي، اللي هو بيكون عندها القدرة على تعديل ضغط الدم، فده كده عبارة عن تكيف فسيولوجي. لو تكيف تركيبي اللي هو بيكون الجسم بيكون منضغط او انضغاط الجسم بيكون مضغوط، الشرايين بتكون قوية ومتينة، الشرايين والأوردة. فبالتالي انت بيكون عندك نوعين من التكيفات عشان تتحمل ضغط المية المرتفع. تركيبي فقط يبقى غلط، فسيولوجي فقط يبقى غلط، سلوكي طبعا اساسا غلط، فالاختيار الصح ج. تركيبيه وفسيولوجيه معا. التركيبيه ديت اللي هو بيغير التركيب، زي مثلا يخلي الشرايين والاورده تكون قويه، ده تركيب. الفسيولوجيه يعني حاجه غير التركيب، وظيفه ان هو القدره على تعديل ضغط الدم. يبقى تركيبيه وفسيولوجيه الاتنين معا. 62 أين يحدث التنفس الخلوي في الأسماك العظمية؟ قلنا التنفس الخلوي ده بيحصل داخل كل الخلايا اللي جوه جسم الكائن الحي عشان ينتج الطاقة في الخلايا. يبقى داخل الخياشيم بس لأ، داخل خلايا الدم بس لأ، داخل المثانة الهوائية بس لأ. التنفس الخلوي ده لو وقف يبقى مش هيكون في طاقة في الجسم، فالجسم هيموت. فعشان كده كل خلية بيكون جوه عدي جواها اسمه الميتوكوندريا، كل خلية بيحصل جواها تنفس خلوي عشان يطلع طاقة في كل خلايا الجسم، وبالتالي الكائن الحي يعيش وما يموتش. رقم 63 أي الخواص التالية تساعد الكائنات وحيدة الخلية في التخلص من فضلات التنفس. الكائنات وحيدة الخلية بتتخلص من فضلات التنفس عن طريق الأسموزية. ده أنا قلت لك الأسموزية ديت هي عبارة عن خاصية انتشار أو انتقال الماء فقط، فهي بتتخلص من فضلات التنفس اللي هي المواد الإخراجية طبعا غير المية، زي عن طريق الأسموزية فقط. طبعا لا، الأسموزية بتتخلص من المية بس، يبقى كده الأسموزية غلط. النتح ده قلت لك اللي هو تبخر المية من النبات، اللي هو صعود المية أو خروج المية من النبات في صورة البخار. البخر ده هو برضو صعود المية في صورة البخار، يبقى ديت مية ديت مية وديت المية، يبقى دول كلهم بيتكلموا عن المية، ما عدا طبعا اللي هو الانتشار. قلنا الانتشار في الكائنات وحيدة الخلية زي الأميبا مثلا، قلنا إن هي بيدخل ليها ثاني أكسيد بيدخل ليها عفوا الأكسجين، وبيخرج منها ثاني أكسيد الكربون اللي هو ناتج من فضلات التنفس عن طريق الانتشار من خلال الغشاء الخلوي. كده الحمد لله نكون خلصنا أسئلة الاختيار، ندخل بعد كده على أسئلة المقال. قبل بس ما نبدأ أسئلة المقالي تنويه بسيط كده، احنا قبل الأسئلة هنشرح الإجابة بالكلام العام أو بالصيغة العامة عشان تفهمها، وبعد كده أقول لك الصيغة اللي أنت المفروض تكتب بيها. يعني مش هقول لك الكلام اللي أنت المفروض تكتبه على طول، عشان في طلبة بتقول لي إنها ما بتفهمش لما بنقول الإجابة على طول. فاحنا هنشرح الإجابة الأول بشكل عادي جدا، إن هو كلام عادي أو كلام بسيط. لو أنت فهمتها اكتب اللي أنت فاهمه، ما فهمتهاش أو أنت حتى لو فهمتها بس عايز بقى الكلام اللي هو تكتبه، هنقول بعدها الإجابة بالشكل النظري اللي أنت هتكتبه في الورقة. السؤال الأول بيقول لك اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1 تعديل آلية عمل بعض أعضاء الكائن الحي لكي يتمكن من البقاء في البيئة التي يعيش فيها. هتعدل عمل ووظيفة بعض الأعضاء، يبقى طبعا ده كده التكيف الفسيولوجي أو التكيف الوظيفي. حركة انتقال جزيئات المياه من المحلول المخفف للمحلول المركز عبر غشاء شبه منفذ، طبعا ديت الخاصية الأسموزية. الضغط الذي يسبب انتقال المياه من الوسط ذو تركيز مرتفع لجزيئات المياه للوسط ذو تركيز منخفض، طبعا ده الضغط الأسموزي.
تركيب يعمل كمنظم اسموزي في بعض الكائنات وحيدة الخلية زي البراميسيوم. طبعا ده كده اللي هي الفجوة المنقبضة، هي اللي بتكون موجودة في الكائنات وحيدة الخلية زي الاميبا والبراميسيوم واليوجلينا. قلنا ان هي اللي بتخرج المية، فبالتالي هي اللي بتعمل كالمنظم الاسموزي، يبقى ده كده الفجوة المنقبضة. رقم 5 تحور او تعديل في سلوك الكائن الحي، يبقى ده كده اللي هو التكيف السلوكي. مادة إخراجية بتنتج من تكسير المادة البروتينية تخرج كأحد مكونات البول، طبعا ديت اللي هي اليوريا. تغير في تركيب أحد أجزاء الجسم، تغير في تركيب، يبقى طبعا ده كده اللي هو التكيف التركيبي. عملية حيوية يتم فيها حصول الكائن الحي على الأكسجين بشكل مباشر وخروج ثاني أكسيد الكربون، طبعا قلنا ديت عملية التبادل الغازي، دخول الأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون، طالما فيها غازات يبقى ده التبادل الغازي. عملية حيوية تقوم خلايا الكائن الحي بها بتكسير الروابط الكيميائية الموجودة في جزيئات الطعام خاصة الجلوكوز للحصول على الطاقة المخزنة فيه، طبعا ده كده عملية التنفس الخلوي. علل لما ياتي. افراز بعض الاسماك للسموم يعتبر تكيف وظيفي. زي ما قلت لك بقى، احنا اول حاجه هنشرح وبعد كده نقول الاجابه. فالشرح ده لو انت فهمته اكتبه، ما فهمتوش او حتى لو انت فهمته بس مش عايز تكتبه او مش عارف تكتبه، هنقول لك بعدها الاجابه اللي انت المفروض تكتبها. افراز بعض الاسماك للسموم ده يعتبر تكيف وظيفي. ليه؟ لان السمك، هل السمك طبيعي انه يفرز سموم؟ طبعا لا. فبالتالي السمك ده عنده عضو هيخلي وظيفته تتغير ويخلي وظيفته انه يفرز السم. يبقى الاسماك المفروض انها ما تفرزش السموم، بس في عضو هنخليه يفرز السم، يبقى احنا كده غيرنا الوظيفه بتاعته، يبقى انت غيرت وظيفه عضو، يبقى ده يعتبر تكيف وظيفي. فالاجابه هنقول له ايه؟ لحدوث تغير في احد اعضاء جسم السمكه لتصبح قادره على اداء وظيفه وهي افراز السم، فلذلك يعتبر تكيف وظيفي. ملائمة خياشيم سمكة ثعبان الماء الكهربائي اللي عملها. الخياشيم ديت بتكون ملائمة ازاي؟ قلنا ثعبان الماء الكهربائي ده بيكون موجود في الأعماق، فبالتالي نقص الأكسجين، فهي عملها إن هي تسحب أكسجين بكمية كبيرة، فهي بتكون ملائمة إن هي بيكون حجمها كبير، فبالتالي تقول له الإجابة حيث تمتلك خياشيم كبيرة للغاية تحتوي على شعرات دموية دقيقة لتزيد من كفاءة استخلاص الأكسجين. أثناء تجربة توضيح الخاصية الأسموزية يزداد حجم المحلول السكري في ساق قمع زهرة الحسك أو الحسك مع مرور الوقت. حجم المحلول السكري هيزيد، معناه ايه؟ معناه ان هي امتصت الميه، يبقى هي كده امتصت الميه بالخاصيه الاسموزيه، فنقول له بسبب انتقال الماء بالخاصيه الاسموزيه لساق القمع، والسبب ان تركيز الميه في الكاس اكيد اعلى من تركيز الميه في المحلول السكري. تركيز الميه في الكاس اعلى، فعشان كده الميه اتنقلت الى الزهره، يبقى انت هتقول له بسبب انتقال الميه اليها بالخاصيه الاسموزيه لان تركيز الماء بها اقل. رقم 4 يمكن تسمية الفجوة المنقبضة في الأميبا بعضو تنظيم الضغط الأسموزي، لأن هي اللي بتخرج المياه الزايدة، فبالتالي تخلي فيه اتزان، نسبة المياه تكون ثابتة لنسبة الأملاح، يعني المياه لما تزيد، أنت عارف المياه لو زادت الملح هيقل، فهي المياه لما بتزيد بتخرج المياه الزايدة، فبالتالي تعمل اتزان بين المياه وبين الملح. يبقى ليه نقدر ان احنا نسميها ان هي المنظم الاسموزي او منظم الضغط الاسموزي؟ بسبب ان هي بتجمع، او هي اللي بتكون بتجميع الماء الزائد عن حاجة الخلية ثم تدفعه نحو الغشاء الخلوي لتفريغ ما بها من ماء زائد عن حاجة الخلية، وبالتالي تعمل على تنظيم الضغط الاسموزي داخل الجسم. رقم 5 لا تحتوي خلايا الكائنات التي تعيش في الماء المالح على فجوة منقبضة، لأن احنا قلنا ديت عايشة في المية المالحة، يعني ديت أساسا بتفقد المية، لأن أنت عارف إن المية بتمشي من الأقل تركيز إلى الأعلى تركيز، يعني هتخرج من السمكة للمية اللي هي عايشة فيها. فالفجوة المنقبضة ديت وظيفتها إن هي تتخلص من المية الزايدة، ديت أساسا ما عندهاش مية زايدة، ديت بتخرج أساسا المية، يعني ديت مشكلتها إن هي عندها نقص مية. فبالتالي هتقول له السبب لأنها تعيش في الماء المالح، تبتلع كمية كبيرة من المياه لتعويض فقدان الماء بالأسموزية، ثم تقوم بالتخلص من الأملاح الزايدة عن طريق الكليتين وخلايا خاصة في الخياشيم، يعني هي مش محتاجة إنها تتخلص من المية، لأن كده كده هي بتفقد المية بالخاصية الأسموزية. تختلف عملية التكيف الأسموزي في أسماك المياه العذبة عن أسماك المياه المالحة، لأن أسماك المياه العذبة ديت بيدخلها مية كتير، فالتكيف عندها إن هي تتخلص من المية الزيادة. المية المالحة ديت بتفقد مية، وكان لما تيجي تشرب المية بيدخل في جسمها ملح كتير، فبتتخلص من الملح الزيادة عن طريق الكلية عن طريق خلايا خاصة في الخياشيم. فتقول له ان الإجابة ان أسماك المية العذبة تقوم بسحب كمية كبيرة من المية ثم تتخلص منها عن طريق الكلية أو عن طريق الفجوة المنقبضة، بينما أسماك المياه المالحة تبتلع كمية كبيرة من المياه التي تحتوي على الأملاح، فبالتالي تتخلص من الأملاح الزايدة عن طريق الكلية أو عن طريق خلايا خاصة في الخياشيم. تلعب مادة اليوريا دور هام في بقاء سمكة القرش في بيته. طبعا ان احنا قلنا سمكة القرش ديت الضغط الاسموزي بتاع المية عالي قوي، فهي لازم تزود الضغط الاسموزي بتاعها عشان تقلل فقد المية، وده بتعمله عن طريق انها بتحتفظ باليوريا. فدور اليوريا ان سمكة القرش تفضل عايشة في البيئة بتاعتها ان هي بتقرب الضغط الاسموزي، يبقى هنقول له الاجابة
ان هي بتحتفظ بتركيز عالي من اليوريا، ومما يزيد من التركيز العالي من اليوريا فبالتالي يزيد الضغط الاسموزي ويصبح مقارب للبيئة المحيطة فيقلل من فقد المية. تلجأ اسماك السلمون الى الهجرة خلال دورة حياتها طبعا عشان تستطيع التكاثر والبقاء، انها بتتكاثر في المية العذبة. تعتمد التغيرات السلوكية على التغيرات الفسيولوجية في سمك السلمون، لأن هي عشان تهاجر وتعمل التغيرات السلوكية إن هي تهاجر من المياه العذبة للمياه المالحة لازم تعمل تغيرات فسيولوجية اللي هو التكيف الأسموزي. فبالتالي هتقول له لأن قدرتها على الانتقال من المياه العذبة للمياه المالحة بين قوسين اللي هو التكيف السلوكي يعتمد على إحداث تكيفات فسيولوجية معقدة لنظامه الدوري وجهازه التنفسي بين قوسين كده التكيف الأسموزي. رقم 10 تلعب الخياشيم دور مشترك كعضو إخراج وعضو تنفس في الاسماك البحريه. طبعا عضو اخراج ان هي فيها خلايا خاصه بتخرج الملح الزائد، عضو التنفس ان هي المسؤوله عن عمليه التبادل الغازي. رقم 11 بيقول لك تحتوي الاسماك العظميه على مثانه هوائيه. طبعا قلنا انها بتحتوي على مثانه هوائيه او اللي هو كيس العوم لكي يساعدها على الطفو على سطح الماء. لخاصية الأسموزية والانتشار دور مهم في بقاء الكائنات وحيدة الخلية في الأنهار، حيث يدخل الماء بالأسموزية ويخرج منها برضو بالأسموزية، والانتشار حيث يدخل إليها الأكسجين ويخرج منها ثاني أكسيد الكربون بالانتشار. يبقى خاصية الأسموزية دور مهم في الكائنات وحيدة الخلية إن المية بتدخل جسمها عن طريق الأسموزية وبتخرج منها المية الزيادة برضو عن طريق الأسموزية، لكن الانتشار بيدخل ليها الاكسجين ويخرج منها ثاني اكسيد الكربون بالانتشار اللي هو التبادل الغازي. فالانتشار مهم ليه؟ عشان بيدخل الاكسجين اللازم لاتمام العمليات الحيويه واللازم للحصول على الطاقه. الاسموزيه مهمه ليه؟ عشان هي اللي هتدخل الميه، وطبعا برضو الميه مهمه. رقم 3 ماذا يحدث في كل حاله من الحالات الاتيه؟ وضع خلية حية تركيز المحلول داخلها 20% في محلول تركيزه 30%. قلنا المية بتمشي من الأعلى مية اللي هو الأقل تركيز إلى الأقل مية اللي هو الأعلى تركيز، فالميه بتخرج من او بتمشي من الاقل تركيز اللي هو 20 الى ال 30. يبقى ايه اللي هيحصل لما نحط خليه تركيزها 20 في محلول تركيزه 30؟ تفقد الخليه الحيه الميه. عدم قدرة أسماك السلمون على الهجرة للمياه العذبة. طبعا عدم قدرتها على الهجرة للمياه العذبة يعني كان مش هتقدر إنها تتكاثر، مش هتقدر إنها تحط البيض، وبالتالي تتعرض للانقراض. 3 غياب التكيفات الفسيولوجية لأسماك السلمون. التكيف الفسيولوجي ده اللي هو التكيف الأسموزي اللي بيخليها تتنقل من المياه المالحة للمياه العذبة، بالتالي نقول له عدم قدرتها على الانتقال بين المياه المختلفة، وبالتالي عدم قدرتها على التكاثر، وبالتالي تعرضها للانقراض. رقم 4 قارن بين كل من التكيفات الفسيولوجية والسلوكية للكائنات المائية من حيث المفهوم ومثال لكل منها. اول حاجه التكيفات الفسيولوجيه ديت المفهوم بتاعها اللي هي عباره عن تعديلات او تكيفات بتطرأ على طريقه اداء بعض اعضاء الجسم الوظيفه الحيويه ليصبح الكائن الحي اكثر ملائمه مع ظروف البيئه التي يعيش فيها. طب المثال عليها ايه؟ المثال عليها قلنا القدره على تحمل الضغط المرتفع، القدره على تحمل الاكسجين، القدره على التعامل مع ملوحه المياه المنخفضه او التعامل مع ملوحه المياه المرتفعه. عندك بعد كده التكيفات السلوكية، ديت عبارة عن تكيفات سلوكية أو تصرفات سلوكيات معينة يقوم بها الكائن الحي لتجنب الظروف القاسية أو لاستغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل. المثال اللي عليها هجرة أسماك السلمون بين المياه العذبة والمياه المالحة. رقم 2 التكيفات الوظيفية الفسيولوجية، المفهوم لسه قايلينه والمثال لسه قايلينه. التكيفات التركيبية بقى قلنا ديت هي عبارة عن تغير في تراكيب الجسم لتصبح أكتر ملائمة مع البيئة التي توجد فيها. مثال عليها على التكيفات التركيبية ايه؟ قلنا مثال عليها مثلا اسماك الجليد تحتوي على عيون كبيرة للتكيف مع الظلام او نقص الضوء. او تاني حاجة سمكة الجليد اجسامها تكون مضغوطة للتكيف مع الضغط المرتفع. المحلول المخفف والمركز من حيث تركيز المواد الذائبة والضغط الاسموزي. طبعا المخفف تركيز المواد الذائبة فيه اللي هو الملح هو مخفف يعني فيه ميه كتير، يعني اكيد كده تركيز المواد الذائبة قليل. المركز اكيد تركيز المواد الذائبة عالي. الضغط الاسموزي قلت لك ده علاقه طرديه مع تركيز المواد الذائبه، فالمخفف ده المواد الذائبه قليله يبقى الضغط الاسموزي قليل، المركز هنا المواد الذائبه عاليه يبقى الضغط الاسموزي عالي. عضو الاخراج في كل من الاسماك النهريه والاسماك البحريه. طبعا الاسماك النهريه زي البلطي عضو الاخراج فيها الكليه، الاسماك البحريه ديت زي القرش مثلا عضو الاخراج فيها برضو الكليه. فبالتالي الاختلاف بينهم ان النهريه ديت قلنا بتخرج ميه، فبالتالي البول اللي بيخرج بيكون على هيئه بول مخفف يعني فيه ميه كتير، لكن البحريه زي القرش قلنا انها بتخرج البول فيه كميه املاح عاليه، فبالتالي هنا البول بيكون مركز. قلنا القرش ده لما بيجي يشرب ميه بيدخل معاه كميه ملح كتير، فالاملاح ديت بيتخلص منها في البول، فالبول بيكون فيه ملح كتير فالبول بيكون مركز. يبقى الفرق بينهم النهريه البول مخفف لكن هنا البول مركز.
ماذا يحدث إذا تعطل عمل التركيب إكس في الكائن الموضح بالشكل؟ إكس طبعا ديت الفجوة المنقبضة، ده طبعا كده البراميسيوم. فإذا تعطل عمل الفجوة المنقبضة يبقى كده لن تقوم الخلية أو لن يقوم البراميسيوم بإخراج الماء الزائد عن حاجة الخلية، وبالتالي يمتص الماء ثم ينفجر. يبقى كده هتقول له ينفجر ويموت. رقم 6 بيقولك فسر قدرة ثعبان الماء الكهربائي على التكيف مع الظروف البيئية الصعبة التي يعيش فيها مع تحديد نوع التكيف. طبعا انت عارف ان ثعبان الماء الكهربائي التكيف انت عارف ان هو خلاص فسيولوجي او اللي هو التشريح. قدرته على التكيف بقى نفسرها ازاي؟ اول حاجة الضغط المرتفع اللي هي هتكتب له بقى فيها رقم 1 وجود شرايين وأوردة قوية ومتينة تتحمل الضغط العالي، ورقم 2 القدرة على تعديل ضغط الدم. تاني حاجة بقى الأكسجين المنخفض أو نقص الأكسجين، التكيف مع وجود خياشيم كبيرة وبها شعيرات دموية دقيقة لزيادة كفاءة استخلاص الأكسجين القليل في الماء. ورقم 2 إبطاء معدل الأيض لتقليل احتياجه من الأكسجين. رقم 7 بيقولك ما أهمية الشرايين. رقم 7 ما أهمية الشرايين والأوردة القوية في أسماك أعماق المحيطات؟ لسه قايلين تحمل الضغط المرتفع. وضح العلاقة بين الأسموزية والضغط الأسموزي. العلاقة بين الأسموزية والضغط الأسموزي هي علاقة طردية. يعني إيه؟ يعني كل ما الأسموزية هتزيد كل ما الضغط الأسموزي هيزيد. يعني إيه برضو الكلام ده يا مستر؟ يعني أنت عندك تركيز المواد الزائبة كل ما زادت كل ما الضغط الأسموزي هيزيد، وبالتالي تقل المية. ما المية والتركيز علاقة عكسية. فالمحلول اللي هو بيكون أقل ضغط أسموزي ده بيكون أعلى أسموزية أو أعلى زائبات، فالعلاقة بينهم علاقة طردية. كل ما يزيد تركيز المادة الزائبة أو كل ما تزيد الأسموزية يزيد الضغط الأسموزي، والعكس صحيح. رقم 9 ما تأثير المية على الضغط الأسموزي لخلايا كائنات المياه العذبة وكيف تتعامل تلك الكائنات مع ذلك التأثير؟ طبعا انت عارف ان الكائنات اللي عايشة في المياه العذبة المياه بتدخل في جسمها بكمية كبيرة، فالمياه لما تزيد لسه قايل لك المياه والضغط الأسموزي علاقة عكسية، فالمياه لما تزيد يبقى الضغط الأسموزي هيقل. يبقى ما تأثير المياه على الضغط الأسموزي؟ تقلل الضغط الأسموزي. كيف تتعامل تلك الكائنات مع ذلك التأثير؟ بتتعامل معها عن طريق إخراج الماء الزائد من خلال الفجوة المنقبضة. ده طبعا لو كانت كائنات وحيدة الخلية، أو عن طريق الكلية لو كانت كائنات عديدة الخلايا. وضح طرق تكيف الأسماك مع تأثير الضغط الأسموزي في كل من المية العذبة والمية المالحة. المية العذبة لسه قايلينها تقوم بإخراج الماء الزائد من خلال الكلية أو من خلال الفجوة المنقبضة. طب اللي هي في المية المالحة قلنا بتتكيف مع الضغط الأسموزي العالي عن طريق الاحتفاظ أو عن طريق آلية خاصة بتتحكم فيها في مستوى اليوريا عن طريق الاحتفاظ بكمية كبيرة من اليوريا، فيكون الضغط الأسموزي مقارب للضغط الأسموزي للمياه المحيطة، وبالتالي تقلل من فقد المية. رقم 11 بيقول لك الشكل المقابل يوضح هجرة أسماك السلمون من الماء العذب للماء المالح لإتمام عملية التكاثر. ادرسوا ثم اجب ما النقاط التي تدل على وضع البيض والنضج الجنسي. طبعا وضع البيض ده بيكون في المية العذبة. النضج الجنسي قلنا هي بتنضج في المية المالحة، أول لما بتنضج بترجع تاني من المية المالحة للمية العذبة. يبقى عندك هنا وضع البيض هيكون طبعا في المية العذبة اللي هي النقطة ألف. البيض يقضي الفترة بتاعته اللي في الأول لحد ما يبلغ حجمه معين اللي عند رقم 2، يبدأ عندها يحصل له التكيف الأسموزي 2 للمياه المالحة. يبقى وضع البيض طبعا اللي هي 1 اللي هي أول مرحلة خالص. النضج الجنسي لما هيرجع من المياه المالحة للمياه العذبة بدأ يرجع من عند رقم 4، يبقى طبعا ده كده هتكون 4. ما النقطة التي تحدث عندها عملية التكيف الأسموزي دي اللي هتأهله للانتقال من العذبة للمالحة؟ يبقى طبعا ده كده اللي عند رقم 2 لأن بعدها حصل الانتقال للمياه المالحة، يبقى طبعا ده كده هتكون رقم 2. موضحا دوره في حياة سمك السلمون. دوره يؤهله للانتقال من المياه العذبة للمياه المالحة. رقم 12 تتكيف أسماك قاع المحيطات مع الظروف الصعبة التي تواجهها في بيئتها عن طريق نوعين مختلفين من التكيف. وضح ذلك مع ذكر مثال لكل نوع، أو ما التحديات التي تواجه أسماك المياه العميقة وكيف تتكيف معها تركيبيا. طبعا قال لك اول حاجه ان هي بتتكيف معاها عن طريق نوعين مختلفين من التكيف. طبعا التكيف فيه نوعين مع الظروف الصعبه اللي في الاعماق. اول حاجه فيه تكيف فسيولوجي والمثال اللي عليها تكيف ثعبان الماء الكهربائي مع الضغط المرتفع من خلال القدره على تعديل الضغط او وجود شرايين ووعيه قويه، ونقص الاكسجين مع الخياشيم الكبيره والشعيرات الدمويه الدقيقه، وابطاء معدل الايض. او تاني حاجه بقى تتكيف معها تركيبيا من خلال اول حاجه نقص الضوء او الظلام من خلال انها تمتلك اعين كبيره او عيون كبيره. تاني حاجه ان الجسم يكون مضغوط لتحمل الضغط المرتفع او التكيف مع الضغط المرتفع. رقم 13 بيقول لك ما الذي يميز الاسماك العظميه عن باقي الاسماك؟ اللي بيميز الاسماك العظميه قلنا ان هي بتحتوي على المثانه الهوائيه او كيس العوم الذي يساعدها على الطفو في الماء.
رقم 14 تحتاج التكيفات الفسيولوجية لحدوث تكيفات تركيبية. اذكر مثال واحد. التكيفات الفسيولوجية عشان تحصل قلنا مثلا زي وجود شرايين وأوردة قوية. شرايين ديت حاجة موجودة في الجسم يبقى ده تركيب. قلنا ان هي بتقدر مثلا ان هي بتتحمل الضغط المرتفع عن طريق ان هي بيكون عفوا نقص الاكسجين، عن طريق ان هي بيكون عندها الخياشيم الكبيرة، فبرضه الخياشيم ده تركيب. يبقى تحتاج التكيفات الفسيولوجية لحدوث تكيفات تركيبية. اذكر مثال واحد. تحمل أو التكيف مع نقص الأكسجين يتم تكيف فسيولوجي من خلال تكيف تركيبي عن طريق زيادة حجم الخياشيم وتكون خياشيم كبيرة للغاية، أو تحمل الضغط المرتفع عن طريق وجود شرايين وأوردة قوية ومتينة. فبالتالي ده كده بيكون عبارة عن تكيف فسيولوجي من خلال التكيف التركيبي. احنا بنغير تركيب حاجة، غيرنا تركيب الخياشيم خليناها كبيرة عشان تعمل التكيف الفسيولوجي وتتكيف مع نقص الأكسجين. رقم 15 بيقول لك كيف تتكيف أسماك الجليد مع ظروف معيشتها وما نوع هذا التكيف. طبعا قلنا سمكة الجليد ده عبارة عن تكيف تركيبي، بتتكيف مع الظلام عن طريق إنها تمتلك أعين كبيرة أو عيون كبيرة، وبتتكيف مع الضغط المرتفع إن الجسم بيكون مضغوط. رقم 16 ما الفرق بين عملية تبادل الغازات وعملية التنفس الخلوي في الكائنات المائية؟ ولسه قايلين من شوية عملية تبادل الغازات ديت هي عبارة عن خروج ثاني أكسيد الكربون ودخول الأكسجين من خلال غشاء الخلية أو من خلال الخياشيم أو من خلال طبعا الرئتين. طبعا اللي هي من خلال الغشاء الخلوي لو كانت كائنات وحيدة الخلية، من خلال الخياشيم في الأسماك، من خلال الرئتين في الحيوانات، طبعا الحيوانات والإنسان. عملية التنفس الخلوي ديت هي عبارة عن عملية تكسير الروابط الكيميائية في جزيئات الطعام وخاصة الجلوكوز لإنتاج الطاقة المستخدمة في العمليات الحيوية المسؤولة عن حياة الكائن الحي. كده الحمد لله نكون خلصنا درس كامل. يا ريت لو انتوا استفدتوا من الفيديو اعملوا لايك للفيديو، اكتبوا كومنت حلو عشان تشجعوني ان انا استمر في تنزيل الفيديوهات، وشيروا الفيديو لكل اصحابك عشان يستفيدوا. وما تنساش ان الدال على الخير كفاعله، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلوك شعر الفيديوهات الجديده اول ما تنزل على القناه. شكرا لكم على المشاهده. كان معكم مستر احمد شرقاوي وانا طبعا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.